انت بتقول ايه يا بابا؟ انت عايزني اتجوز واحدة فلاحة جاية من ورا الجاموسة؟ انتوا اكيد بتهزروا يا جماعة. انتوا بتفكروا ازاي؟ ده مستحيل ده يحصل. مستحيل. احترم نفسك يا اسد. دي تبقى بنت عمك وهتتجوزها، يعني هتتجوزها. لا يا بابا، واللي عندك اعمله. مستحيل يبقوا البنات كلهم بيتسابقوا انهم يتجوزوني وراح اتجوز حتة فلاحة. هتتجوزها، وإلا لا انت ابني ولا اعرفك، وكمان مفيش ميراث من ثروتي. يا ابني يا حبيبي، البنت كانت عايشة مع جدك هناك، ولما جدك اتوفى هتعيش مع مين بس؟ وما ينفعش تيجي تعيش هنا والبيت فيه شاب زيك. يا ماما جوزيها لجاسر، انا مش هتجوز البني ادمه دي. هو ايه دخل جاسر في الموضوع؟ ولا انت بتهرب من الجوازه وبتدبسني؟ وبعدين انا لسه صغير وانت الكبير، واكيد انت اللي هتتجوزها. مش هتجوزها، وانتوا حرين بقى. وبعدها سابهم وراح اوضته، وعمال يكسر ويدبدب في الارض من كتر غيظه وغضبه. اما عند باباه ومامته، لازم يتجوزها يا فريده. دي وصيه والدي الله يرحمه ليا قبل ما يموت، ولازم انفذها باي طريقه. هيتجوزها، صدقني، وهيحبها. هو في حد يشوف سما او ما يحبهاش؟ هو شكله لسه ما شافهاش، واكيد هيغير رايه. انا متاكده. قال جاسر: أكيد الحرباية اللي ماشي معاها أسد هي اللي عمياه بالطريقة دي، ومخليه رافض الجوازة علشان يتجوزها وتاخد الفلوس كلها ليها. قالت والدته بغضب: احترم نفسك واتكلم كويس عن بنت خالتك يا جاسر. انتي مش شايفة بيعملوا ايه عشان يخلوا أسد يتجوز بنتهم؟ الأهم دلوقتي إن أنا بعت لسما وهتيجي النهاردة بالليل. جهزوا كل حاجة. حاضر، بس هنقنع أصلا سما ازاي إنها تتجوز أسد؟ مليكة أخت أسد وهي بتنزل من على السلم: انتوا عاوزين تجوزوا أخويا من فلاحة يا ماما؟ ده مش معقول. خليك انتي في لبسك وسهراتك وخروجاتك يا بنتي، حرام عليكي. نفسي بس تكوني زي سما. نفسي. يوه، سما مين دي اللي أكون زيها؟ ده أنا كنت أموت نفسي يا ماما. وقف باباها قدامها، وبعدين ضربها بالقلم على وشها وقال: محدش يجيب سيرة سما بالوحش في البيت ده. انتوا فاهمين؟ انت بتضربني يا بابا؟ بتضربني عشان حتة فلاحة؟ ومالها الفلاحة؟ ده كان صوت سما اللي جت قبل ميعادها. سما؟ اوبا، ده ايه الجمدان ده؟ بصولها كلهم بصدمة. لقوا بنت جميلة محجبة، عيونها باللون السماوي، عيونها زي البحر، كأنها حورية، بل أجمل كمان. عمها بصلها بسرعة وقال لها: ازيك يا سما يا بنتي، اتفضلي. بس انتي جيتي بسرعة كده ازاي؟ ازيك يا عمي؟ ابدا، اصل انا كنت جاية بدري عشان اقدم ورق الجامعة هنا. ايه ده؟ انتي بقى بنت عمي؟ ازاي؟ يا بجد. والدة مليكة بصت لها وقالت لها: احترمي نفسك يا مليكة، وروحي سلمي يلا على بنت عمك سما. يلا امشي. لا طبعا، مستحيل اسلم على واحدة زي دي، مستحيل يا. حصل خير يا عمته، هي حرة. جاسر كان بيبص لها بصدمة وبيقول لها: انتي سما. وفعلا سما كان مادد ايده عشان يسلم عليها. انا اسفة، اصل انا مش بسلم على حد اجنبي عني. انا اسف يا سما. وبعدها اتكلم في سر وقال: يا بختك يا اسد، دي لو تشوفها هتتجنن، اقسم بالله هتتجنن. والد اسد بصلها وقال لها: اطلعي يا فريدة، اطلعي مع سما وريها الأوضة بتاعتها، وهاتي يا بنتي الملفات بتاعتك، وأنا هتصل بعميد الكلية وهقدم ورقك هناك. هتعبك معايا يا عمي. وبعدها وقطت على ايده وبستها. هي دي تربية أخويا فعلا. ربنا يحميك يا بنتي. تسلم يا عمي، ربنا يخليك ليا. أوف، أنا ماشية ماشية عشان صحابي مستنيني. باي. ربنا يهديك يا بنتي. جاسر قال لها: هشيلك الشنط أنا يا سما. بصت له وضحكت ابتسامة بسيطة. يما دبت يما أنا كده. ضحكت سما وقالت له: شكرا يا جاسر، هتعبكم معايا والله، يعني يا ريتني ما جيت فعلا. ما تقوليش كده يا حبيبتي، ويلا بينا. وبعدها طلعوا كلهم للأوضة فوق، الأوضة اللي هتقعد فيها سما.
والله الأوضة دي كتير عليا يا عمته، ينفع اخد أوضة صغيرة شوية؟ كل دي فعلا كبيرة عليا. ازاي بس يا قلبي تقولي كده؟ انتي تستاهلي اكتر من كده. انتي طيبة قوي يا سما، وده بيت عمك وانا مرات عمك. ده من ذوقك يا عمته، ربنا يخليكي. جاسر اتكلم وقال في سره: شكلك كده مش من البنات اللي يعرفهم أسد أو اللي نعرفهم إحنا أصلا، وأكيد هتغيري لي الأحسن. هنسيبك بقى يا حبيبتي عشان ترتاحي شوية. يلا بعد إذنك، اتفضلي. وبعدها خرجوا من الأوضة جاسر وفريدة. أما سما دخلت غيرت هدومها واتوضت وصلت، وبعدها قعدت مسكت المصحف وقررت تقرا قرآن شوية. كانت بتقرا بصوت عالي. أسد كان ماشي من جنب الأوضة بالصدفة، فهي أوضتها تبقى جنب أوضته، وده اللي اتعمدت والدة آسر إنها تعمله. سمعها، وقف وقال: إيه الصوت ده؟ قرب من باب الأوضة، سمع أجمل صوت ممكن يسمعه، أصلا ما سمعش زيه قبل كده. سمع صوت سما وهي بتقرا القرآن. ياه، إيه الجمال ده؟ ويا ترى مين اللي جوه دي؟ إيه ده؟ هو الصوت ماله اتكتم فجأة كده ليه؟ وفجأة الباب اتفتح. كانت سما عمالة بتصرخ: الحقوني، الحقوني، في حرامي هنا، الحقوني يا عمي يا عمي. أسد حط إيده على بقها: حرامي إيه يا بنتي؟ اسكتي هتفضحيني، اسكتي يخرب بيتك. سما بعدت عنه بسرعة وضربته بالقلم على وشه وقالت له: انت ازاي اصلا تلمسني كده؟ أسد كان حاسس انه خلاص بيغلي من كتر الغيظ. سودت عينه، مسكها من دراعها وقال لها: انتي بتمد ايدك عليا انا يا زبالة؟ ده انتي يومك اسود. ده انا هكسرك النهارده. ابعد كده، ما ينفعش تمسكني كده، اوعى سيب ايدي. سيبها يا اسد. كان ده صوت جاسر اللي لاحظ صوتهم العالي وراح لهم بسرعة علشان يشوف في ايه. سيبها يا اسد، سيبها، ما ينفعش كده. دي بتمد ايدها عليا. ازاي؟ يا ابني، يا ابني هتودي نفسك في داهية، دي سما بنت عمك، سيبها بقى. أسد اتصدم من اللي سمعه، بصلها بصدمة وبعدها اتكلم وقال: نعم، هي دي سما بنت عمي. وبعدها سابها بعد ما بصلها بطريقة محدش فيهم فهمها ونزل لتحت. سما كانت واقفة ماسكة دراعها كدمت دموعها. جاسر كان بيحاول يواسيها: آسف يا سما، بس هو أسد طريقته كده مع الكل، وللأسف مش بيحترم حد خالص. أنا آسف مرة تانية. هو ليه عمل كده؟ أنا بكرهه. أنا مستحيل أقعد هنا أكتر من كده، مستحيل. ودخلت وقفلت الباب. استني بس يا سما، اسمعيني، ما ينفعش تمشي. هتروحي فين بس؟ كانت هي دخلت الأوضة، رمت نفسها على السرير، كانت عمالة بتعيط، كانت بتدعي ربنا إنه يقف جنبها. وبعدها مسكت شنطتها ونزلت لتحت. اتفاجئ عمها ومراته بالشنطة اللي معاها. رايحة فين يا سما يا بنتي؟ هو انتي كنتي بتعيطي ليه؟ أسد كان واقف وماسك الموبايل بتاعه. خليها تغور من هنا، هي حرة. انت تسكت خالص. انت انت بتزعلي يا بابا عشان دي؟ انتي مش هينفع تطلعي من القصر يا سما. لا يا عمي، خلاص، انا ما اقدرش اعيش في مكان الكل رافض وجودي فيه. انا اسفة. وفضلت تعيط. منعتها مرات عمها بكل الطرق، بس هي ما سمعتش لحد فيهم لأنها عنيدة جدا. وأثناء خروجها من باب القصر ده ملكك يا سما، والمفروض إن احنا اللي نطلع منه، مش انتي. اللي قال الكلام ده كان عمها. الكل بصدمة وقف. ايه؟ يعني ايه ملكها؟ سما بصت له باستغراب وقالت له: حضرتك بتقول كده يا عمي عشان ما امشيش، صح؟ بس خلاص، انا همشي. لا يا سما يا بنتي، القصر ده ملكك، او بمعنى تاني كل حاجة وكل الاملاك العيلة الشافعي ملكك انتي وباسمك. اسد كان عمال بيضحك بهستيريا، ما كانش مصدق. انت بتقول ايه يا بابا؟ قول نكتة غيرها. هي دي الحقيقة يا اسد، واحنا هنا عايشين تحت املاك سما لوحدها، فاهم؟ بس بس ازاي ده كله حصل يا عمي؟ وازاي كل حاجة باسمي؟ انا مش فاهمة حاجة. وفي اللحظة دي
دخلت مليكة القصر. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ جاسر قال مش وقتك خالص يا ملكة الزفت. اتكلم كويس معايا يا جاسر، احسن لك. يعني يعني كل الورث والاملاك دلوقتي باسم سما لوحدها؟ ايه؟ انت بتتكلم بجد يا اسد؟ جاسر وهو بيضحك على منظر مليكة. ايوه يا اختي بجد. مليكة راحت لسما اللي كانت واقفة. انتي كدابة وجاية تمثلي وتضحكي علينا، صح؟ انتي بتضحكي علينا يا بنت الأرياف. وهي بنت الأرياف بقت شتيمة دلوقتي يا بنت عمي ولا ايه؟ اسكتي خالص يا مليكة. انا فعلا عرفت دلوقتي اني معرفتش اربي كويس، واني كنت غلطانة لما سبتكم براحتكم. والد أسد قطع فريدة وقال خلاص يا فريدة، الكلام ملوش أي لازمة مع أولادك. وانت يا سما مفيش خروج من القصر ده، ولو مش عاوزانا نقعد في البيت ده هنلم شنطنا ونمشي من هنا. لا لا يا عمي، تمشي ازاي؟ ده قصرك وهيفضل ملكك، مستحيل أقدر أتحمل مسؤولية الأملاك دي كلها. بس ازاي ده كله بس بقى باسمي يعني؟ ومين عمل كده؟ أنا أحكي لك الحكاية يا بنتي. الحكاية إن أبوكي زمان كان فاتح مصنع صغير قبل ما يتجوز مامتك الله يرحمهم الاتنين. كنت أنا لسه صغير ساعتها، وكان حنا على قده كده. كنا يا دوب بنجيب اللي لازمنا، كانت عيشتنا بسيطة جدا. أبوك اشتغل واشتغل، تعب لحد ما جمع مبلغ كويس، كويس جدا جدا، وكبر بيه المصنع وبقى مصنع كبير. الشغل بقى كويس جدا مع أخويا، والدنيا بقت تمام لحد ما قرر في يوم إنه يشتري كمان مصنع صغير. وفعلا اشتراه، وبكده بقى عنده مصنعين، وبدأ يصدر منتجات برا مصر ويستورد، والدنيا كانت ماشية زي الفل. ساعتها أبوكي قرر إنه يجوزني الفريدة، والحمد لله إني اتجوزتها، وجاب لنا شقة كبيرة. جوزني، عمل لي كل حاجة، وده كله طبعا كان تحت رعاية أبوكي لجدك، مع إنه كان لسه فيه صحة شوية الله يرحمه. أبوكي كبر شغله واشترى بدل المصنع 10 غير الشركات، واللي كان والدك رافض إني أتعب نفسي أو أشتغل معاه. كان بيقولي دايما أنت تستريح خالص وما تعملش حاجة، بس أكيد ما كانش ينفع. ألحيت عليه إنه يمسكني مصنع، وفعلا ده اللي حصل، ومسكني المصنع الكبير. بنينا مجموعة الشركات دي كلها مع بعض، وكل حاجة في الأساس كانت تحت إيد والدك أحمد. فلما والدك ووالدتك عملوا حادثة وتوفوا، أصريت إنك تيجي تعيشي معايا هنا، بس جدك رفض وقال إنه هو اللي هيربيكي. أنا كنت معترض لأن صحة جدك كانت مش ولا بد يعني. ساعتها الأملاك كلها اتحولت باسمك انتي، وفضلنا مخبيين كل حاجة عنك لحد ما كبرتي. وجدك كان هيقولك، بس الموت ما يعرفش وقت، وهزم جدك قبل ما يجي الوقت اللي يقولك فيه. بس كانت وصيته قبل ما يموت إنك تتجوزي واحد من ولادي، ولأن أسد هو الكبير فأنتي لازم تتجوزي أسد يا سما. سما كانت بتسمع الكلام وعمالة بتعيط، وقالت أنا آسفة يا عمي، بس أنا مش هتجوز أبدا الإنسان ده. على أساس يعني إن أنا اللي هموت وأتجوزك؟ ده حاجة بقت هم. وبعدها مشي وسابهم، كانوا واقفين مذهولين. جاسر بصدمة، يعني الهليلة دي كلها طلعت ملك السما؟ أكيد يا ابني، بابي ليه نصيب يعني، ما هو مستحيل يكونش أي حاجة برضو ما يكونش كونها يعني السنين دي كلها. سما كانت بتعيط لسه، بصت لعمها وقالت أنا طالعة فوق يا عمي. طلعت سما وهي بتعيط. والد أسد قال اطلعي وراها يا فريدة بسرعة، ما تسيبيهاش لوحدها. حاضر حاضر. مشي الكل إلا مليكة. أخدت الموبايل بتاعها واتصلت بحد. ألو يا ابني، الحق، كل الشركات والمصانع دي طلعت بخ. أنا هتجنن ومش قادر أصدق، كل حاجة باسم سما بنت عمي. أيوة، أنا ليا بنت عم فلاحة بيئة جدا، جاية من الأرياف، وكل حاجة هنا كانت باسمها. كل مخططاتنا خربت، هنعمل ايه دلوقتي؟ لا لا لا، أنا مش هعرف أجي دلوقتي خالص، البيت هنا مقلوب. بص، هجيلك بكرة من النجمة، يلا باي. خلصت المكالمة وهي شايلة جواها حقد،
حقد كبير جدا للمسكينة اللي اسمها سما. بقى حتة فلاحة زيك تتجاوز أخويا، وكمان كل حاجة تبقى باسمك؟ ماشي، إما وريتك. وفي مكان تاني خالص، وبالتحديد في المكان اللي دايما بيسهر فيه أسد، كان قاعد بيشرب بهمجية. يا ابني، يا ابني كفاية شرب بقى، هتتعب نفسك كده جامد. مالكش فيه، أنا حر. أوبا، الحق، بصي مين جاي علينا. سيرين، وتبقى بنت خالة أسد. هاي يا بيبي. وقعدت جنبه. هاي سيرين، عاملة ايه؟ الحمد لله يا عمرو، انت اخبارك ايه؟ اهي ماشية. اقوم انا بقى اشوف رزقي. يلا سلام. ومشي وسابهم. سيرين بصت لأسد بدلع وقالت له: بتشرب ليه كده يا بيبي؟ ده انا حتى عندي ليك مفاجأة كبيرة جدا وهتبسطك جامد. انا مش فايق خالص دلوقتي يا سيرين، سيبيني في حالي. سيرين بصت وقالت: انا حامل يا بيبي. أسد اتفزع، بصلها وقال لها: آه، ما هو يوم باين من أوله. إزاي ده يحصل؟ إزاي؟ سيرين وهي بتدعي العياط: والله ما أعرف، مع إني كنت عاملة حسابي يعني. مسكها من شعرها وقال بصوت عالي: عارفة لو كنتي بتكدبي عليا هعمل فيكي إيه؟ آه، سيب شعري يا أسد، أنا بقول الحقيقة، وإحنا لازم نشوف حل للموضوع ده، أو يعني إنك تتجوزني. نعم يا أختي، أتجوز واحدة زيك؟ والله أعلم بقى. بصي، انت شكلك اتجننتي على الآخر. سيرين وهي بتدعي الحزن وإنها بتعيط: انت بتقول ايه؟ انت ازاي تقول كده؟ وانت عارف قد ايه أنا بحبك، هو مستحيل أكدب عليك، صدقني. في اللحظة دي سابها أسد وخرج من المكان اللي هو فيه، وهو في كامل غضبه. ركب العربية ومشي بأقصى سرعة، وفجأة وقف العربية في نص الطريق. نزل منها، كان عمال يضرب في الأرض برجله. يا بنت عارف إنك كدابة، وهكشفك قريب جدا يا سيرين. وغير كده المصيبة اللي مستنياني في القصر. أنا خلاص هتجنن وما بقتش عارف ألاقيها منين ولا منين. ركب عربيته وراح لصاحبه سليم، خبط على الباب. سليم رد: مين اللي بيخبط؟ افتح يا سليم، أنا أسد. أسد؟ اللي جابه ده. وبعدها فتح الباب. دخل أسد ورمى نفسه على أقرب كرسي. مالك يا أسد؟ وإيه اللي جابك في وقت زي ده؟ ده غير ريحتك يعني اللي مش لطيفة خالص. قولي، انت رجعت للشرب تاني ولا ايه؟ والله ما هي ناقصاك ولا ناقصة أي حاجة. بص، مش ناقصة غير الكلام. أنا مش شايف قدامي، فسيبني دلوقتي. ما أنا عارف يا صاحبي، عارف إن كلامي بقى تقيل عليك، وبأمارة إن لما الدنيا بتضيق بيك بتيجي عندي. انت عارف كويس يا سليم إنك أقرب إنسان لقلبي، وقد إيه أنا بعزك، ويمكن يعني أكتر من جاسر كمان. بس أنا مش عارف إزاي أنا بوقع نفسي في كل المشاكل دي كلها. أنا مش عارف أعمل ليه، وأنا عارف أنا بعمل ليه كده أصلا. احكيلي يا أسد، احكيلي كل حاجة، يمكن أعرف أساعدك يا أخي. وفعلا حكاله أسد كل حاجة. بقى ده كله يطلع منك انت يا أسد؟ ده شكل الفلوس لحست دماغك على الآخر يا صاحبي. يا ابني، يا ابني اللي هيجنني اني اصلا ما لمستهاش، ما لمست السرين دي خالص. نعم، ده اللي هو ازاي يعني ان شاء الله؟ يا عم، يا عم انا كنت بحط برشامها الوسع في العصير، بخلي سيرين تشوف اللي انا عاوزه. والله ما حصل غير كده، ولا لمستها حتى، لاني اكتشفت ان سيرين مش بتحبني وبتستغلني بس عشان خاطر فلوسي، وانا سايبها براحتها على الاخر. بس انت قلت ان كل الاملاك اصلا مش باسمك، هو باسم بنت عمك اللي ابوك عاوزك تتجوزها بالعافية. اه، وانا بقى هفضل مخبي على سيرين الموضوع ده، لان مفيش حد يعرفه خالص. طب واخرتها يا اسد. اسد وقف من مكانه. هبقى اشوف انا موضوع سما ده بعدين، لان عاوزة قعدة كبيرة قوي، كبيرة جدا. وبعدها سابه ومشي. ساب سليم قاعد وهو حيران في أمر صاحبه. رجع للقصر، وقصادف دخوله صوت أذان الفجر. راح أوضته، نام على السرير بتعب.
وكان لسه هينام سمع صوتها، صوت سما، وهي قاعدة بتقرا القرآن مرة تانية. الله، قد إيه كان نفسي أنام على صوت القرآن كده. وبعدها راح في نوم عميق وهو سمع صوتها الجميل. وتاني يوم الصبح جاسر دخل الأوضة. اصحى، اصحى يا ابني اصحى. ايه ده؟ نايم عليك حيطة ولا ايه؟ اصحى ياض. ايه يا أسد، في ايه؟ أسد أما مفزوع من النوم. ايه في ايه في ايه؟ جاسر فضل يضحك على شكله. اطلع بره، اطلع بره ياض، ما تدخلش اوضتي تاني الا لما تخبط، فاهم يا جاسر؟ جاسر وهو واقف بيضرب له تعظيم سلام. فاهم يا باشا، فاهم. وبعدها خرج وهو بيضحك. اول ما شاف سما كانت خارجه من اوضتها. صباح الخير يا سما. صباح النور يا جاسر. ايه، مش هتروحي الجامعه النهارده ولا ايه؟ ايوه انا جاهزه اهو، وان شاء الله هروح الجامعه النهارده. طيب تمام، يلا ننزل. ونزلوا الاتنين، لقوا عثمان وفريدة كانوا قاعدين مع بعض. صباح الخير يا جاسر. صباح الخير يا سما. صباح النور يا عمي. ازاي حضرتك؟ تقدري تروحي الجامعة النهاردة يا سما ان شاء الله؟ اه يا عمو، انا ان شاء الله هروح النهاردة الجامعة عشان اشوف ايه الدنيا كده هناك. وفي اللحظة دي نزلت مليكة وأسد مع بعض. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا ماما. صباح الخير. مالك يا أسد؟ ما نمتش كويس ولا ايه؟ اه، اصلي معرفتش انام من الناس كده. وبص لسما اللي ما كانتش فاهمة اصلا معنى النظرة دي ايه، بس هو كان يقصد ان صوتها كان جميل جدا. مليكة كانت واقفة. اوف، بجد ما بقتش قادرة اقعد هنا. انا مش عارفة ايه السبب الخنقة اللي انا بقيت فيها كده. وبعدها بصت لسما. سما قالت لها تمام، تقدري تقعدي في اي مكان تاني. لا وعلى ايه؟ انا همشي خالص علشان ما اتأخرش على الجامعة، انا ماشية. عثمان بأمر خدي سما معاكي يا مليكة. لا يا بابا، ازاي هاخد دي معايا بالشوال اللي هي لابسة ده؟ لا، وكمان تنزل من العربية بتاعتي، هيبقى منظري ايه قدام اصحابي؟ سما احسن منك 100 مرة يا مليكة، اوعي تنسي، كفاية انها بتصون نفسها وجسمها عشان اللي هيتجوزها. قصدك ايه بقى يا ماما؟ قصدي اللي فهمتيه. يلا يا سما يا حبيبتي، روحي مع مليكة. وفعلا قامت سما علشان تمشي مع مليكة. أما مليكة فوقفت تضرب الأرض زي الأطفال بالظبط، وبعدها مشيت. يلا يا مجنونة من هنا. وفي العربية، انتي عارفة لو تتكلمي معايا أو حتى تقولي لحد إنك بنت عمي هيحصل لك حاجة مش هتحبيها يا سما، فاهمة؟ والله أنا مش مجبرة أعمل حاجة مش على كيفي أو حتى أنفذ كلام أي حد. وبعدين لو سمحتي انتي ممكن تنزليني قبل الجامعة بشوية، لأني مش عاوزة حد يشوفني ماشية معاكي، ممكن؟ حست مليكة بالإهانة بس كتمتها جواها. أما سما فكانت متضايقة جدا لأنها اتكلمت كده مع بنت عمها. نزلت سما قبل الجامعة زي ما قالت لمليكة. استنيني هنا يا مليكة في نفس المكان لو سمحتي. ماشي ماشي. وبعدها مشيت مليكة ودخلت الجامعة بالعربية علشان تركنها. بعد شوية دخلت سما من البوابة تحت أنظار الإعجاب من الشباب اللي واقف، وأوقات نظرات الحقد من بعض البنات اللي كانوا واقفين، والبعض تاني كان بيبصلها بقرف من اللي هي لابساه. بس كان في بنات واقفة. شوفوا القمر اللي داخل ده. أيوة فعلا أمورة قوي، يلا نروح نتعرف عليها. وفعلا راحوا البنات. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيكم؟ ازيك يا قمر؟ احنا شفناكي محتارة ومحتاسة كده، شكلك لسه جديدة هنا. ايوه فعلا انا لسه جديدة هنا، انا سنة تانية. ايه ده؟ يعني قدنا؟ لا ده احنا كده بقينا صحاب خلاص، صحاب رسمي. شيماء وأميرة جم اهو. هلا بالأمارات، هلا هلا. ايه ده؟ مين المزة دي؟ شقطتها ازاي يا ولاد الايه؟ ضحكت سما وقالت انا سما. وانتي؟ انا شيماء، وابقى رئيسة العصابة دي. مش يلا بينا بقى ولا ايه؟ بصولها البنات باستغراب. شيماء بتحذير، مش هتعرفي نفسك ولا ايه يا ميرو يا قلبي؟ انا ماشية، ماشية عشان المحاضرة هتبدأ، سلام. سما بابتسامة عادي عادي ولا يهمكوا، هي تلاقيها متعصبة شوية. هارسوح، سردين هيعمل مننا شاورما، ده كان طالبنا ضروري. ايه ده؟ مين سردينة ده؟ ده الدكتور سامي، بس شيماء بتحب تدلعه بس.
يا لهوي، انتوا مسمين الدكتور بتاعكم سردينة؟ اه. اما لو تشوفي الباقي. المهم، يلا بينا نشوف سردينة، قصدي دكتور سامي، عاوز ايه مننا؟ علشان احنا كده هنتشلوح وربنا. يلا بينا. وفعلا راحوا المحاضرة. خلص اليوم، وسما راحت لنفس المكان اللي المفروض هتستنى مليكة فيه، بس وقفت. كانت بتبص في ساعتها، لقيتها اتأخرت جدا. وقفت تستناها كتير. يوه، طيب هعمل ايه انا دلوقتي؟ ده حتى مش معايا رقمها. يا ربي، الشمس قربت تمشي. وفي قصر أسد دخلت مليكة القصر، وأثناء ما هي داخلة، مليكة، أمال سما فين؟ أوبس، ده أنا نسيتها. يا لهوي، نسيتي إيه؟ نسيتي بنت عمك في مكان أول مرة تروحوا وهي أصلا ما تعرفش أي حد هناك؟ رني عليها بسرعة. أوف بقى، أنا قلتلكم محدش يسألني عنها أو حتى يخليها تروح معايا. وسابته وطلعت أوضتها. باباها اللي رجع من الشغل النهاردة بالذات بدري شوية عشان نسي ورقة مهم، كان واقف بيفكر. قلق عثمان جدا على سما، وفي اللحظة دي دخل على أسد وجسر اللي كانوا قاعدين. أسد يا ابني، روح شوف سما وهاتها من الجامعة. وهي ما جاتش مع مليكة ليه؟ مع عربية مليكة بره. مليكة بتقول إنها نسيتها، روح هاتها. وهي عيلة صغيرة، أكيد يعني هتعرف تيجي لوحدها. يا ابني، يا ابني روح شوفها، ولا روح أنا؟ جاسر بقى، لأ خلاص خلاص، هروح أنا يا بابا أجيب. لأ يا عمي، أنا جيت لوحدي. كان صوت سما. بصولها كلهم باستغراب. لقوا شكلها مش مهندم خالص، وطرحتها مش منتظمة، وآثار كدمات على وشها. سما يا بنتي، ايه اللي حصل لك ده؟ جه صوت غريب وهو بيقول: هقول لك انا ايه اللي حصل، بس قبل كده ممكن الأنسة سما تتفضل تطلع أوضتها. أسد بصدمة: آسر، انت ايه اللي جابك هنا؟ طلعت سما لفوق بسرعة وهي بتعيط ومنهارة. شافتها فريدة ولقيتها كده إنها منهارة فعلا. سما حبيبتي. بس سما ما ادتهاش أي فرصة، وراحت جري لأوضتها وهي منهارة من العياط. وعند أسد: ينفع برضو يا أستاذ أسد تسيب بنت عمك لوحدها في مكان غريب؟ ممكن أعرف إيه اللي حصل لسما وإزاي أصلا عرفت مكانها؟ في حد يسأل ظابط إزاي عرف مكان حد؟ ينفع برضو يا ابن خالتي؟ أسد مسك آسر من هدومه. أقسم بالله يا آسر، لو ما بعدت عن عيلتي لا تكون حياتك كلها جحيم، سمعني؟ ما ينفعش كده يا أسد، ده فيها تعدي على ضابط شرطة وكام شهر كده سجن، ولا انت ما تعرفش؟ عثمان اتكلم بنفس صبر: ماشي يا آسر، متشكرين انك انقذت بنتنا من مصيبة زي دي، ان شاء الله مكافئتك هتجيلك. آسر ببرود: بقى كده يا جوز خالتي هتدفعلي تمن إنقاذ بنت أخوك برضو؟ ده على أساس إن ما كانتش أنت ورا الحكاية دي يا آسر، وعملت كده عشان تقدر تدخل العيلة تاني بعد عملتك السودة؟ الله الله الله، والله وطلعلك صوتي حلوة يا صغننة انتي. جاسر كان لسه رايح له عشان يضربه، بس أوقفه صوت أسد وهو بيقول: استنى يا جاسر، ما تلوثي نفسك عشان واحد زي ده. تمام يا أسد، حسابكم معايا لسه مخلص، وموت أبويا مش هيعدي بالساهل يا عثمان بيه، وهلاقي إن يثبت إنك قتلت بابا قريب قوي. وسابهم ومشي وهو متعصب جدا. أما عثمان فقعد على الكرسي، قعد بحزن وهو بيقول: برضه يا آسر، مش عاوز تقتنع إن والدك مات قضاء وقدر مش زي ما أنت مفكر خالص؟ وبعدها بص لأسد وقال له: اطلع يا أسد، اطلع يا ابني، شوف سما فوق. أيوة يا بابا، بس يعني اطلع يا أسد. وفعلا طلع أسد لسما. وأثناء ما هو رايح الأوضة، فريدة نادت عليه: استنى يا أسد. نعم يا ماما. هو أنت داخل لسما؟ أيوة. هي عاملة إيه؟ والله يا ماما صدقيني، أنا كنت مفكر إنها عارفة عنوان القصر، وإنها رفضت تيجي مع مليكة، وإنها هتيجي لوحدها. ما أعرفش إن ممكن حد يكون اعتدى عليها بالشكل ده. كانت مليكة واقفة بعيد بتسمع كل الكلام اللي يتقال، وبعدها مشيت بسرعة، راحت لأوضتها، مسكت الموبايل واتصلت بحد. أول ما ردت اتكلمت وقالت:
الو يا زفت، انا قلت لك تخوفها بس مش تتعدى عليها، انت حيوان. امم اهم حاجة دلوقتي محدش يعرف اللي بينا وتختفي خالص، فهمت؟ قفلت مليكة المكالمة. والله ما كان قصدي خالص يحصل لك كده يا سما، بس هو أحسن، تستاهلي برضو اللي حصل. وبعدها راحت تغير هدومها عشان تخرج مع أصحابها. وفي أوضة سما أسد خبط على الباب، مسحت دموعها وهي بتقول اتفضل. دخل أسد، وقف وقال ممكن أتكلم معاكي شوية؟ اتفضل، بس يعني يا ريت تسيبي الباب مفتوح. اشمعنى يعني ليه أسيبه مفتوح؟ عشان ما ينفعش نفضل لوحدنا. تمام. صدقيني انا ما كنتش اعرف ان ممكن يحصل كده. اسف يعني اني كنت مفكرك عارفة الطريق. حصل خير، ولا يهمك. انا هوصلك واجيبك كل يوم من الجامعة مهما كان، انتي بنت عمي برضو، وما اقدرش اسيبك لوحدك لغاية ما اجيب عربية ليكي وسواق. ملوش لازمة، ملوش لازمة ابدا تعطل نفسك، انا هتصرف. اه، زي النهاردة كده صح؟ طب اتفضل، اتفضل اطلع برا، بالراحة على نفسك شوية. ها أنا طالع، ده إيه القرف ده؟ قرف؟ قرف لما ياخدك يا أسد. أسد قلبه كان بيدق جامد، وبعدين قال أنا ماشي وسايبلك الأوضة خالص، ده إيه ده؟ خرج أسد علشان قلبه ما يفضحوش من دقات قلبه. وبعد ما خرج حط إيده على قلبه. إيه ده، مال قلبي بيدق بسرعة كده ليه؟ حاجة غريبة. وبعدها راح لأوضته، لكن صوت سما وصورتها وكل حاجة بتلاحق أسد حتى في أحلامه. أسد ما يعرفش إيه اللي حصل، حتى إنه مش حاسس بأي مشاعر تجاهها. ده اللي أقنع نفسه بيه، أو حتى ممكن يكون حاسس بالشفقة عليها. وتاني يوم الصبح نزل أسد لتحت، لقى الكل قاعد. صباح الخير، صباح النور، كلي يا سما كويس. يا حبيبتي انتي محتاجة تتغذي، انتي نقصتي كتير جدا عن ما جيتي هنا. وزني ايه بس يا ماما، دي سما زي القمر. أسد كان غضبان جدا، هو ما يعرفش سبب الغضب ده ايه. ما تاكل وانت ساكت يا جاسر. ده اللي هو ازاي يعني ان شاء الله. انتهت سما من تناول الأكل. طيب أنا هقوم أروح الجامعة عشان ما تأخرش. هو انتي مش هتريحي النهاردة يا بنتي؟ انتي أكيد تعبانة. تعب ايه بس ده يا عمي؟ بالعكس، أنا النهاردة حاسة إني تمام التمام كمان. أسد وقف وقال لها يلا يا سما. حاضر. جاسر باستغراب، ايه اللي بيحصل ده يا جدعان؟ أسد، هو انت واخد سما ليه؟ هتعمل فيها ايه؟ انت يا متوحش. والله ما هي ناقصة هبلك على الصبح يا جاسر، لم الدور. وبعدها خرج، وخرجت وراه سما بابتسامة بسيطة. وبعد ما خرجوا عثمان قال أمال الملكة فين؟ بتقول عاوزة تنام ومش رايحة الجامعة النهاردة. مش عارف مليكة دي هتتعلم امتى بقى. هما اللي زي مليكة دول بيتعلموا. يلا أنا ماشي. وفي سيارة أسد قعدت سما ورا، ما قعدتش جنبه. أظن يعني إن مش السواق بتاع حضرتك صح؟ بعدها نزلت وقعدت جنبه من غير ما تتكلم ولا تنطق ولا كلمة. وطول الطريق ما تكلموش خالص. رن الموبايل بتاع أسد، مش ناقصاك انتي كمان. وبعدها قفل التليفون ورماه في الكرسي اللي ورا. استغربت سما، وبعدين أقنعت نفسها إنها ملهاش أي دعوة بيه ولا حتى تتدخل في أموره. وصل أسد للجامعة. نزلت سما من العربية. أسد من جوه العربية هاجي أخدك الساعة 5، تمام؟ أوكي تمام. وبعدها دخلت، قابلت أصحابها. شيماء أول ما شافتها قالت لها أوبا، مين الموزي ده يا بنت المحظوظة؟ ده ابن عمي أسد. أسد؟ فعلا هو أسد قوي. ربنا يهديكي. بتدعي عليا يا سما؟ ماشي. أمال البنات فين؟ عليا مش جاية، وأميرة تعبانة، وندى مع الأستاذ حسام بتاعها. بس حيلك إيه ده كله؟ في إيه؟ يا أختي أصلك ما تعرفيش حاجة. كل بنت من هنا ليها قال إيه بوي فريند بتاعها من هنا. مفيش حد عازف في الشلة دي إلا أنا والبت منى الغلبانة. بكرة يجي صاحب النصيب، بكرة يجي الموكوس اللي أمه داعية عليه، تقصدي صح؟ وصل أسد للشركة بتاعته، دخل مكتبه، وأول ما قعد مسك التليفون. تعالي يا روبي أنا عاوزك.
دخلت روبي سكرتيرة أسد. فضيلي كل الاجتماعات أو أجليها النهاردة. بس ده صعب جدا يا أسد بيه. اعملي اللي بقولك عليه. اتفضلي. حاضر. حاضر يا فندم. وبعدها خرجت وهي بتلعن اللي جالس ده بكل غرور. وبعد شوية سمع خبط على الباب. دخل سليم. أسدي، كيفك يا صاحبي؟ والله مخنوق يا صاحبي، ومش فاهم أي حاجة ولا فاهم إيه اللي بيحصل. في إيه؟ إيه اللي حصل؟ احكيلي. أسد حكى له كل حاجة حصلت بينه وبين سما. وانت بتقول إنك حاسس يعني بالشفقة عليها عشان كده بتوصلها، صح؟ أيوة. تبقى عبيط لأنه بس قاطعهم. دخول سيرين بعصبية مكتب أسد. بقى ما بتردش عليا يا أسد؟ إما بس قاطعها أسد. انت ازاي تدخلي كده؟ اطلعي بره. روبي دخلت بسرعة. آسفة يا أسد بيه، بس هي دخلت بسرعة وأنا معرفتش أمنعها. ماشي، روحي انتي دلوقتي. خرجت هي من المكتب. نظرت سيرين لسليم بحزن. أستاذ سليم، هو أنت بتعمل إيه هنا؟ أظن إني مش هاخد أمر منك. أروح فين وأجي منين يا سيرين؟ عاوزة إيه يا سيرين؟ عاوزة مني إيه؟ عاوزة أقولك إن معادي عند الدكتورة النهاردة ولازم تيجي معايا. أنت هتكدبي الكدبة وتصدقيها تاني يا سيرين ولا إيه؟ أنا مش عارفة أنت ليه مش مصدقني يا أسد؟ ليه؟ أنا ماشي يا أسد، عشان أنا مش قادر أقعد أكتر من كده. ماشي يا سليم، هبقى أجيلك نكمل كلام بعدين. تمام تمام، يلا سلام يا صاحبي. وأثناء خروجه بص لسيرين اللي كانت واقفة نظرات شوق. لاحظها أسد. بعد ما خرج سليم بعصبية. أنا ماشي يا أسد، بس لو ما اتجوزتنيش بأسرع وقت هفضحك وأقول بقى إن ده ابنك. ها؟ ابنك سامع؟ اللي عندك اعمليه واتفضلي بقى من غير ما ترد. خرجت سيرين بغضب. أما هو فاتكلم وقال أشكال تقرف، ورجع كمل شغله. جت الساعة 5 بس أسد ما لاحظش. كانت سما واقفة قدام البوابة مستنية أسد، بس هو اتأخر شوية. أقنعت نفسها إنه ممكن تكون اتأخر في المواصلات أو الطريق زحمة. جت الساعة 6. بص أسد بتعب لساعته، لقاها الساعة 6 إلا ربع. أوف، سما إزاي نسيتها؟ خرج بسرعة، ركب عربيته وانطلق بأقصى سرعة. وأثناء وصوله للجامعة لقى سما بتركب عربية آسر. أسد قلب عصبية. سما بصيت له بضيق. أخيرا يا أستاذ، حضرتك لو ما كنتش هتيجي كنت قول من الأول بدل الوقفة دي. تقومي تركبي مع آسر؟ هو ماله آسر يعني؟ أنا ما وجهتلكش أي كلام، أنا بكلم سما. ولسه أسد هيمسك إيد سما لكنها سحبت إيدها منه وقالت أنت اتجننت؟ إزاي تحاول تلمسني؟ على أساس إنك هتركبي معاه أحسن، صح؟ آه، على الأقل أنقذني قبل كده، هو مش زي ناس. يلا يا ناس سما. يلا فين؟ انت اتجننت ولا ايه؟ مسك ايد سما بشدة ودخلها عربيته. ما ينفعش كده يا أسد، امشي من هنا يا آسر. ركب عربيته جنب سما وانطلق بسرعة. هو ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت مش طبيعي بجد. أسد وقف العربية فجأة. سما، لو سمحتي تسكتي خالص وسيبيني في حالي، تمام؟ يعني ينفع تعمل كده؟ وليه عملت كده؟ ده غلط كبير جدا على فكرة. أسد اتكلم جواه وقال والله ما أعرف ليه عملت كده أصلا. بقولك إيه، بصي أنا حر وأعمل اللي أنا عايزه. نعم، حر فتمسك إيدي وتجرني وراك كده وبالطريقة دي يا أسد؟ ويلا أطلع وخلينا نمشي من هنا. اتفضل اتحرك بالعربية. أسد اتحرك بالعربية. وبعد شوية أنا آسف. إيه؟ آسف يا ستي، آسف. شاطرة تعلي صوتك بس. أم ولا يهمك. بتقولي حاجة؟ بقولك امشي شوية عشان نوصل. انت ماشي بالراحة كده ليه؟ ايه؟ قصدي انا ماشي عادي اهو. وصلوا القصر. ثم طلعت سما لفوق. واثناء دخولها الأوضة حددي، هتسرقي أسد ولا آسر يا سما؟ كان ده صوت مليكة اللي كانت واقفة مربعة ايدها. نعم؟ ايه؟ مش سامعة ولا ايه؟ سما كانت بتبص لمليكة بحذر او بتقول لها عارفة يا مليكة لو ما لمتيش نفسك من ناحيتي هعمل فيكي ايه؟ عارفة؟ صدقيني صدقيني هتندمي يا سما. وبعدها مليكة مشيت بسرعة من قدامها. سما وهي بتضحك. هي مجنونة، أنا كنت بهزر.
وبعدها دخلت أوضتها، غيرت هدومها ونزلت تحت علشان تتغدى. خرجت من أوضتها لقيت جاسر قدام الأوضة. إيه ده؟ إيه الجمال ده يا سما؟ شكرا شكرا. أسد من وراهم. أظن يعني فقرة الإعجاب انتهت، وممكن تعدوني بقى عشان عاوز أنزل. لا بالعكس، أنا كنت قاصد أتغزل في سما شوية، عندك مانع؟ اوعى كده اوعى. ضحك جاسر بشدة على طريقة أسد. يا ابن الإيه، والله وقعت. نزلت سما لتحت، لقيت مليكة ماسكة الموبايل بتاعها. بصت مليكة لسما بقرف، وبعدين رجعت بصت للموبايل مرة تانية. أسد كان بيتكلم في الموبايل وشوية بيسرق نظرات خاطفة لسما. أيوة، الصفقة دي مهمة جدا. لا وحلوة، حلوة قوي. أنا مستحيل أسيبها لحد تاني ياخدها. سما لاحظت إنه بيبص لها، حست إنها مكسوفة جدا. مشيت بسرعة لأوضتها علشان تكمل مذاكرة، لأن الامتحانات على الأبواب. قفل أسد التليفون لأنه في الحقيقة أصلا ما كانش بيكلم حد. وأثناء جلوس سما بأوضتها سمعت صوت دندنة جاية من البلكونة. خرجت. جاسر قفل التليفون بسرعة، قفل الصورة اللي كان بيتأملها. سما معلش أزعجتك كنتي بتذاكري. لا ولا يهمك، انت بتعمل ايه؟ ولا حاجة. بتعمل ايه بجد؟ بصراحة كده ومن غير لفة ولا دوران، أنا في واحدة سرقت قلبي ومش راضية ترجعه. ومين بقى سعيدة الحظ دي؟ منة. منة مين؟ منة ازاي؟ منة صاحبتي؟ ايه ده، انت تعرفيها بجد؟ دي صاحبتي يا ابني، انت بجد بتحبها؟ بحبها بس دي سرقت قلبي يا سما، سرقته. احكي. الحكاية يا ستي ان في اول يوم لمليكة في الجامعة من سنتين، قبل ما تتغير كده، كانت في بنت جميلة واقفة زي التايهة مش عارفة اي حاجة. هنرجع فلاش باك ونعرف حصل ايه. حضرتك محتاجة مساعدة؟ لا انا مستنية صحباتي، بس شكلك كده متوترة جدا. ممكن اعرف السبب؟ هو ده شيء يخصك؟ لا طبعا. يبقى امشي من هنا، اصل هنرش مية. لا ده انتي دم خفيف بقى. مشيت منها بغضب وسابت جاسر كان قاعد لوحده سرحان فيها. وتاني يوم استنى جاسر منها. شيماء ساعتها قالت لها الموز اللي هناك ده بيبص عليكي. ليه؟ ليه؟ اوف، ده عيل بارد، سيبكم منه. خلاص سيبي ليا. اتفضلي يا اختي. جاسر قرب من البنات. ممكن اتكلم مع الانسه منى في حاجه؟ قصدك مدام منى؟ مدام منى. وفهمت قصد عليا. ايوه مدام، ويا ريت تتفضل بقى. تمام. اسف لازعاجك. ايه ده، اخصى عليكي، ليه تقولي له كده؟ انتوا مجانين؟ حد لاحظ انه فعلا اتكسر؟ ايوه لاحظنا. جاسر فضل يدور وراها، مستحيل يسيبها. حس انه يعرفها من زمان، حس انه كلمها قبل كده، حس انه عارفها. واكتشف انها صديقة الطفولة بتاعته. منة ما عرفتهوش لانها كانت مفكرة ان صديق الطفولة نسيها. فضل وراها بس من بعيد، كان بيراقبها في كل خطوة ليها، بس اكتشف انها كانت بتكذب عليه وانها مش متجوزة. حس في اللحظة دي ان في امل. خلينا نرجع تاني. ياه، سنتين بقى ده كله يطلع منك انت يا منى؟ وانت برضو مش سهل خالص. ها، هتساعديني يا سما؟ طيب بس عاوزة مقابل. مادية قوي. لا فهمت غلط، قصدي اني مش قريبة من مليكة، وكمان بتحرج اطلب من طنط فريدة حاجة، فكنت بقول اني عاوزة اشتري كام حاجة كده يعني، فانصحني بمحل كويس. طيب بكرة هوديكي مول كويس جدا تشتري اللي انت عايزاه. شكرا شكرا جدا. وفي اللحظة دي سمعت خبط على الباب. مين؟ عثمان باشا عاوزك يا أنسة سما. حاضر أنا جاية. بابا هيكون عاوزك ليه؟ يلا بينا نشوف كده. يلا. نزلت سما، لقيت أسد وعثمان وفريدة ومليكة قاعدين مع بعض. حضرتك كنت عاوزني يا عمو؟ أيوة يا سما يا بنتي، اقعدي. قعدت سما، وبعد شوية نزل جاسر وقعد معاهم. أنا حابب أدخل في الموضوع على طول أو من غير أي مناقشة. كاتب كتاب سما على الأسد بعد أسبوعين. سما وأسد بصوت واحد. إيه؟ إزاي أسبوعين؟ وإزاي أصلا أتجوز ده؟ أنا أتجوز دي؟ بابا لو سمحت، أنا مستحيل أتجوز سما، هي مش من نوعي. حست سما إن قلبها انجرح.
وما تعرفش ليه. هو فعلا دلوقتي أزعجها كلام أسد جدا، يا ترى ليه؟ ده أمر يا أسد، فاهم؟ لازم يتنفذ. أنا مستحيل أتجوز البني آدم ده يا عمي، مستحيل. وبعدها طلعت أوضتها بسرعة. انتوا ازاي تخلوا سما أصلا تتجوز أسد؟ هي ما تستاهلهوش من الأول. مليكة، مليون مرة أقولك إن كلامك عن سما أو معاها يبقى أحسن من كده، فاهمة؟ يا بابا، ليه بتعمل كده؟ ليه محسسني إني وحشة؟ ليه؟ ومشيت مليكة لأوضتها، بس المرة دي وهي بتعيط بجد. يا بابا، سما وأسد رافضين الجواز، ليه تغصبهم على حاجة؟ عمري ما فكر في سما، دي واحدة فلاحة دماغها قديمة، مش عارفة حاجة. ازاي امشي بيها قدام الناس دي؟ ازاي؟ انت عارف اللي زيك يستاهلوا ايه يا اسد؟ قام باباه وضربه بالقلم على وشه. اسد بصله بغيظ وقال له: دي تاني مرة تمد ايدك عليا يا بابا عشان واحدة زي دي، وهمدها تالت ورابع وعاشر عشان بنت اخويا. انت نسيت اننا قاعدين في املاكها وشغلي انا وجاسر. وانت طول السنين دي ايه يا بابا؟ احنا كنا بنشتغل باسمها يا اسد، تحت اسمها. انا اسد الشافعي مستحيل اشتغل تحت اسم واحدة زي دي، مستحيل. وسابهم وخرج من القصر. اما عثمان فحط ايده على قلبه بوجع. الحق، الحقني يا جاسر. وبعدها وقع على الارض. بابا. اسد اللي كان لسه هيخرج رجع. بابا. فريدة كانت واقفة بتعيط. عثمان حبيبي. خرجت مليكة وسام بسرعة على صوت الجميع. مليكة وهي بتجري: بابا، بابا حبيبي. سما كانت واقفة بصدمة. عمي، مالك يا عمي؟ أسد شال بابا بسرعة، حطه في العربية ومشي بأقصى سرعة. جاسر وهو بيركب عربيته بسرعة: جاسر استنى، أنا هاجي معاك. خليكي هنا يا سما. بس هي رفضت. لأ، أنا هاجي معاك. انطلقوا بالعربية كلهم للمستشفى وهم منهارين خايفين جدا على عثمان، فهو أحن شخص ليهم كلهم. وآخر ما تبقى لسما. سما كانت قاعدة بتدعي: يا رب، يا رب اشفيه وخليه يا رب. وصلوا المستشفى. ترولي، حد يلحقنا بسرعة بسرعة. وفعلا خدوه ونقلوه، دخلوا أوضة العمليات. استنى هنا يا فندم، ما ينفعش. قعد أسد جنب أوضة العمليات كان بيعيط. ووصلت مليكة وفريدة: بابا فين يا أسد؟ بابا فين؟ دخل جوه يا مليكة. اهدي وخدي ماما واقعدي. وفعلا قعدوا هما الاتنين. فريدة كانت في صدمة كبيرة، هي مش مصدقة إنه ممكن تفقد صديق عمرها بالسرعة دي. سما وجاسر وصلوا هما كمان. بابا يا أسد. أسد كان بيتملك أعصابه عشان ما يعيطش قدام مامته، فهي دلوقتي محتاجة الدعم. دخلوا جوه وإن شاء الله هيطلع بالسلامة. يا رب، يا رب. مليكة وهي واقفة بحقد: انت ايه اللي جابك؟ انت السبب، من أول ما دخلتي علينا وانت غيرتي كل حاجة. مش هرد عليك يا مليكة عشان أنا عارفة حالتك كويس. مليكة كانت بتعيط وبعدها مسكت إيد سما وقالت لها: سما، بابا يا سما، بابا. أخدتها في حضنها: ده ابتلاء يا حبيبتي. اهدي يا مليكة وكل حاجة هتكون تمام إن شاء الله. ابتدت تهدى مليكة شوية. وبعد ساعات خرج الدكتور من أوضة العمليات. البقاء لله. أسد صرخ: بابا. أما فريدة فوقعت مغمى عليها: الحق ماما يا أسد. الممرضات جم بسرعة وأخدوا فريدة لأوضة تانية. دخل أسد لأوضة باباه، كان ماشي ببطء، وقف قدام السرير، ما كانش متمالك نفسه. يا بابا، صعبة دي قوي يا بابا. مفيش كسرة زي كسرة الوالد يا بابا وفقدانه. أنا عايش ازاي من غيرك؟ ازاي؟ دخلت سما وقفت ورا أسد وقالت: سيبه يا أسد، اطلعي برا يا سما. مش هسيبك كده يا ابن عمي، كان سندي الوحيد واللي فاضل ليا. بس خلاص، أنا بقيت لوحدي يا أسد. أنت خسرت واحد بس، أنا خسرت 4: بابا وماما، جدو، حتى عمي اللي كان في ظهري، كله اختفى. بص للفاضل ليك مش اللي فقدته: جاسر، ماما، مليكة، سليم، وسما. انتوا اللي ليا. دخل جاسر: خلي الدكتور يجهز إجراءات الدفن يا أسد، يلا. خرجت سما
وراحت لأوضة فريدة. كانت مليكة قاعدة منهارة. اطلعي برا يا سما لو سمحتي، أنا مش قادرة أشوفك، اطلعي برا. مش طالعة يا مليكة، انتي خسرتي باباكي وأنا خسرت دنيتي. صحيت فريدة. ماما ماما، مرات عمي انتي كويسة؟ تعالي تعالي يا سما. سما راحت لها بسرعة. رجعت مليكة لورا وبصوت مسموع ليها فقط: ليه يا ماما؟ يا سما، أمنية عثمان لازم تتنفس، أرجوكي. استريحي دلوقتي وبعدين هنتكلم. عدى الوقت وخلصوا الإجراءات، وعدى اليوم الأول والتاني، وفي اليوم التالت كانت فريدة قاعدة حزينة. كانت قاعدة بهدوء، فخلاص أهلكها البكاء. كانت قاعدة جنبها زينب أختها. اجمدي يا فريدة، انتي ما كنتيش كده، الأعمار بيد الله يا أختي. كان عمري يا زينب، مش قادرة أتخيل إني مش هشوفه تاني. مليكة كانت قاعدة متكورة على نفسها جنب الحيط. جت سيرين. معلش يا ليكا، أكيد هو في مكان أحسن. أكيد. سما ظهرت وقالت: مليكة مليكة، انتي جدعة وهتقفي على رجليكي وهتقفي لوحدك، أنا عارفة. ابعدي عني يا سما، ابعدي ابعدي عني. انتي السبب يا سما، انتي السبب. بابا أنا مش مصدقة. سما بصت لها بحزن، بس جواها هي كانت بتحاول إنها تخرجها من الحالة دي. اهدي يا مليكة، اهدي، كفاية مامتك، ليه عاوزة تعذبيها كده؟ اهدي. سيرين بصت لها بقرف. سيبيها تطلع اللي جواها يا بت. انتي بت؟ مش انتي الفلاحة اللي جت من الأرياف؟ صح؟ قدامك 10 ثواني تختفي من قدامي، وإلا هوريك الفلاحة دي بتعمل ايه في البنات اللي زيك. حست سنين بخوف وراحت قعدت جنب مامتها. أما مليكة فاتكلمت وقالت: بكرهك يا سما، بكرهك قوي. وبعدها راحت لأوضتها. وعند أسد كان قاعد. دخل أسر عليه: البقاء لله يا أسد. بصله أسد بتعجب وبعدين قال: عارف يا أسر، لو هتعمل مسرحية من بتوعك لا تندم. مسرحية ايه يا أسد؟ ما تقولش كده. بصله أسد وهو يعرف إن آسر وراه عاصفة. انتهى العزا وكل حاجة. راحت سما لأوضتها مأواها. كانت قاعدة بتعيط. أخيرا سمحت لدموعها إنها تنزل. سمعت خبط على الباب، مسحت دموعها بسرعة. لقيتها فريدة. جيتي ليه يا مرات عمي؟ كنت تقولي وأنا جيلك. تعالي تعالي اقعدي. دخلت قعدت على السرير. اقعدي جنبي يا سما. سما، انت اللي هتقدري تطلعي أسد ومليكة من اللي هما فيه. أرجوكي ما تسيبيش أسد لوحده، هو محتاج سند ليه دلوقتي. وافقي يا سما على أسد. حاضر يا مرات عمي، حاضر. خليها ماما، خليها ماما يا حبيبتي، أنا زي ماما. سما بحزن، فهي ما جربتش الاسم ده من سنين كبيرة. ماما. حاضر حاضر يا ماما. وفجأة سما سمحت للماها إنها تنزل. حبيبتي يا بنتي، شفتي كتير ولسه ياما هتشوفي. نامت سما في أحضان فريدة وبعدها سابتها على السرير وخرجت. خرجت فريدة وراحت لأسد اللي كان قاعد سرحان في أوضته. أسد: ماما تعالي يا حبيبتي، محتاجة حاجة؟ اسمعني يا أسد ولو لمرة. وافق على سما يا أسد، وافق بقى يا ابني. ليه تعب القلب ده ليه؟ حاضر يا ماما، أنا موافق، موافق على اللي انت عايزاه. وفي بيت سيرين كانت بتتكلم في الموبايل. أنا قلت إني حامل وأسد شكله كده مش مصدق. شوف بقى هتعمل إيه، لأن أسد مش سهل خالص، صدقني، ومش هيعديها كده. عدت مامتها في اللحظة دي على أوضتها وسمعتها. زينب بصدمة: يا لهوي يا سيرين. ودخلت بسرعة للأوضة. إزاي يعني؟ هعمل إيه؟ وبعدين أنا سمعت كم كلمة كده إنهم ناويين يجوزوا البت الفلاحة دي الأسد، وإن والله الناس دي اتجننت فعلا. وعلى الجانب التاني الشخص قال حاجة: طب هتعمل إيه مع مليكة؟ هتفضل معلقها بيك كتير كده؟ إيه؟ اتجوزتها؟ لا، ده لو أسد هيعرف ده هيقتلك. انت عارف عواقب اللي بتعمله ده ايه يا آسر؟ آسر في الجانب التاني: صدقيني أنا مش هعدي موت بابا كده عادي يا سيرين، لازم انتقم، لازم، وأنا معاك. لازم ندمر العيلة دي يا آسر، لازم. قفلت التليفون ونامت على سريرها بإرهاق، بس صورة شخص عبرت من قدامها:
كفاية بقى، كفاية، اطلع من قلبي، حرام عليك. ليه بتعمل فيا كده؟ مش قادرة. أنا اكتفيت بجد، وجعت قلبي ليه؟ طب كنت وعيني إنك هتسيبني وهتغيب عني. نسيتني ولا لسه؟ أنا بحلم بيك كل يوم، من دي أحلام. أعمل إيه بس؟ وفضلت تعيط كتير جدا. جه الصبح على أبطالنا، نزل السما لتحت، كانت قوية. إيه اللي صحاكي بدري كده؟ عادي، أديني صحيت. سما، تتجوزيني؟ سما بصت له وقالت له موافقة، بعد شهر كل شيء هيتم. يا ريت تجهزي نفسك. هجهز نفسي؟ حاضر، هجهز نفسي. وسابته ومشيت. طلعت لأوضتها مرة تانية، لأن أوضتها هي مأواها من كل البشر. هي بتحس بالأمان بس في أوضتها. وأثناء ما هي ماشية سمعت صوت عياط. أيوة، دي مليكة. وقفت سما عشان تستجمع قوتها وتواجه مليكة، بس وقفها صوت هاتف مليكة. أنا متدمرة نفسيا، مش قادرة، أنا هجيلك. قفلت التليفون. سما بصدمة. بقى كده يا مليكة؟ ومين ده بقى اللي انتي هتروحي له؟ استنت سما لحد ما تعرف مين ده، مين اللي هتروح له مليكة. نزلت مليكة وخرجت، وبعدها خرجت سما وراها بسرعة. أخدت مليكة عربيتها، أما سما فمشيت وراها بتاكسي. وصلت سما للعمارة كبيرة فاخرة جدا بمعنى الكلمة. ايه ده؟ ايه العمارة الشيك قوي دي؟ نزلت وراها، نزلت ورا مليكة. لقيتها داخلة شقة في الدور التالت. وأول ما دخلت سما فضلت تخبط على الباب. سما بصدمة. انت آسر؟ سما، انت ايه اللي جابك هنا؟ بتعملي ايه هنا يا مليكة؟ مالكيش فيه. هو انت بتراقبيني ولا ايه؟ يا مليكة براقبك، وانك تكوني في شقة واحد اعزب ده اكبر غلط يا مليكة. ازاي تكوني هنا؟ ازاي؟ انت عارفة لو اسد يعرف هيعمل ايه؟ انت عارفة اكيد، صح؟ انا مش في بيت حد غريب، انا في بيت جوزي. جوزك؟ جوزك ازاي يا مليكة؟ انطقي. اظن انك كنتي كنتي نفسك تمسكي حاجة عليا يا سما عشان تشمتي فيا. هو اللي عندك بقى اعمل ايه؟ اظن الضيافة انتهت يا انسة سما. سما بتبص لهم بقرف. هتندموا على اللي انتوا بتعملوه ده. وانت يا مليكة، انا مش هعديها بالساهل كده، وهتندمي. وبعدها خرجت من العمارة كلها. تفتكر هتقول لأسد يا آسر؟ ما ظنش. شكل سما أصلا بتحبك، وعمرها ما تعمل كده. بتحبني؟ والله انت غلبان يا آسر. غلبان؟ غلبان من لما شفتك يا مليكة. انت كل ثروتي. بجد يا آسر؟ بجد يا قلب آسر. وعند سما كانت ماشية بتوهان، ما كانتش عارفة تروح فين ولا تعمل ايه. وخايفة، خايفة على المسكينة اللي اسمها مليكة من ان يسيبها اي مكروه. قاطع تفكيرها صوت تليفونها. الو، ايوه يا منى، اخبارك ايه دلوقتي؟ صدقيني انا معرفتش اطلع من البيت خالص، بس حاليا انا ممكن اجيلك. يا ريت تيجي يا منى، انا تعبانه جدا ومحتاجه حد جنبي. حاضر، بصي ساعه او ساعتين بالكتير كده واكون عندك. ابعتيلي بس العنوان، ولو عرفت اجيب شيماء هجيبها. تمام؟ يلا يا روحي. تمام، سلام يا حبيبتي. سلام. ابتسمت سما، فهي دلوقتي لقت طريقه تخرج بيها آسر من اوضته اللي قاعد فيها من ساعه موت باباه. وقفت تاكسي وراحت للقصر. فريدة أول ما شافتها، كنت فين يا سما كده؟ آه ولا فين، مش في حتة. المهم انت عاملة ايه دلوقتي يا ماما؟ كويسة يا حبيبتي، طول ما انت بخير. ابتسمت لها، فهي بتحاول تعويض فريدة عن بعض من حزنها. نزل جاسر بضعف من اوضته. ازيك يا جاسر؟ كويس. على فكرة، قطعها صوت التليفون. ها فينكم؟ تمام. جاسر، لو سمحت ممكن تفتح الباب ده كده؟ خلي اي حد تاني يفتحه. لا معلش، افتحه انت بس. حاضر يا سما. وفتح الباب. اتوقف كل حاجة، اتوقف الوقت، حتى قلبه كان بيدق بعنف. انت؟ لكن هو مردش عليها، اكتفى بالسكوت. هاي جاسر، وكأنه فاق. ها؟ هو ده بيت سما؟ هو. اتفضلي. دخلت منى ومعاها عليا، ومعاهم جاسر اللي كان طاير من الفرحة. منى سلمت عليها. عاملة ايه يا قلبي؟ انا بخير. خليكي جامدة يا سما.
بحاول هو والله. ازيكم يا بنات؟ الحمد لله يا طنط والبقاء لله. سما كانت بتغمز له. بصلها جاسر نظرة كلها شكر، وكانت سهلة القراءة بالنسبة لسما. سما خدت منة وعلياء وطلعوا للأوضة. هو بيعمل ايه تحت؟ ده ابن عمي. ايه ابن عمك؟ اه، وشكله بيحبك يا منة. يا بنتي، هو في حد بيحب حد في لحظة؟ طب ازاي؟ تيجي ازاي ده؟ سيبك منه سيبك منه، بقولك مفيش اي جديد. في كتير. وابتدت تحكي لهم كل حاجة، وموقفها وجوازها وسر مليكة. اوبا، الموضوع شكله كبير جدا. بصي، انا لازم امشي دلوقتي لان ماما هتيجي البيت قريب. طيب يلا سلام يا منى. انت لسه عايشة برضو مع خالتك؟ وبقولك ايه، استني عشان انا مش هقدر اوصلك. هنادي على جاسر. سما، بس سبقتها سما. جاسر، ممكن توصل البنات لو سمحت؟ اه طبعا اكيد، هوصل لحضراتكم، اتفضلوا اتفضلوا. وفعلا ركبوا معاه العربية. علياء اتعصبت وقالت له ممكن ننزل ونبقى تبقى يعني نقول لسما انك انت وصلتنا، عشان ما ينفعش بصراحة كده. انا ما اقدرش اكسر ثقة سما فيا. وبعدها انطلق بالعربية، وصلهم، وبعدين رجع القصر تاني. سما، نعم، شكرا يا احلى حاجة حصلت لحد دلوقتي. ضحكت سما، وبعدها رجعت لأوضتها. وفي مكان تاني، وخصوصا في كافيه كبير، كان قاعد أسد وسليم. هعمل ايه مع آسر اللي مش ناوي يجيبها البر ده، ومقتنع ان بابا هو اللي قتل ابوه؟ طيب وهتعمل ايه؟ مش عارف، بس انا بفكر اتجوز سما في اقرب وقت، لانه ممكن يأذيها، او حتى ممكن يعمل لها حاجة. ما اظنش ان آسر ممكن يعمل حاجة، بس يا اسد ايه اللي يخليك خايف عليها كده؟ هو انت حبيتها؟ احب مين يا ابني؟ ده مش نوعي خالص، مش حكايتي، مش عارف انت حكايتك ده، انت على الله حكايتك يا صاحبي. بس مش ملاحظ انك اتغيرت جامد؟ اتغيرت؟ اتغيرت ازاي؟ لا لا ولا حاجة. تمام، يلا بينا. عدى شهر على كل الأحداث دي، ما صادفش أسد سما ولا مرة، أو في الحقيقة ما كانوش عايزين يشوفوا بعض. تمت كل التجهيزات حوالين حفل الزفاف اللي هيتعمل على الضيق، بسبب طبعا موت عثمان. أما سيرين فكانت هتموت من الغيظ، كانت هتتجن، بسبب إن كل المحاولات اللي كانت بتعملها السنين اللي فاتت عشان توقع أسد في شباكها ما نجحتش كلها. وفي يوم الفرح كانوا البنات كلهم مع سما في أوضتها. شيماء قالت لها أقسم بالله قمر قمر، ومش محتاجة أي ميك اب صدقيني. انتهت من الميك اب بتاعها، دخلت فريدة الأوضة. ربنا يحفظك يا بنتي يا رب. اتفضل فريدة وسما بس. سما وهي بتبص لنفسها في المراية، أنا مش هتجوز، مش هتجوز يا ماما. فريدة بصدمة، إيه؟ انتي جاية تكرري القرار ده النهاردة؟ يا بنتي، يا بنتي الناس كلها تحت، ومش هتبقى حلوة خالص صدقيني، ما ينفعش. ليه بتقولي كده؟ ليه؟ ابتدت فريدة تعيط. يمكن تستعطف سما. قلبي بيقولي بلاش الجوازة دي يا ماما، مش عارفة ليه حاسة بحاجة غريبة. اللي كاتبه ربنا هيكون يا سما. يلا قومي يا بنتي، وبلاش الكلام ده أرجوكي. فعلا عندك حق، اللي كاتبه ربنا هو اللي هيكون. أنا جاية معاك يا ماما، يلا بينا. خرجت سما مع فريدة، وأثناء نزول سما لتحت سليم بصلها وقال الحق يا أسد. أسد بص للقمر اللي نازلة من على السلم، حس إن قلبه طار من مكانه، هو مش عارف مقر نزوله فين. راح أسد عشان ياخد عروسته. ما كنتش أعرف إنك جميلة كده. بصيت له سما وهي مش مصدقة، بس هو بسرعة أخفى شعوره ده، مسك إيدها وراح ناحية القصر. سيرين كانت واقفة وراهم. بقى في الآخر تتجوز دي يا أسد؟ ماشي، أنا بقى مش هسيبكم في حالكم، صدقوني أنا مش هسيبكم. وأثناء جلوس أسد وسما مع بعض، المأذون اتكلم وقال جملته الشهيرة، وتمت مراسم الزواج. كانت سما زي المغيبة عن الواقع، حاسة إنه كأن حاجة هتحصل. وعند أصحاب سما، هي سما مالها كده يا ترى؟ مش عارفة، شكلي في حاجة كده حصلت. وفي اللحظة دي دخل مراد لقصر الشافعي. شيماء قالت يا لهوي، بيعمل ايه هنا ده؟ ده أكيد هيخطفني. يا بنتي، يا بنتي هو مش سابك في حالك؟ مالك بقى؟ لا،
مش قادرة استريح من غيره يا منى، مش قادرة. معلش يا شيمو، أكيد هو انساكي فانسيه انتي كمان. هحاول يا منى. بص أسد لمراد وراح له عشان يرحب بيه. ايه يا صاحبي، ده كله مش هين عليك حتى تيجي تشوفني من غير لما جيت مصر؟ مصالح بقى، مصالح يا صاحبي. بص مراد على اللي كانت واقفة خايفة، كانت مرعوبة، مشيلها بخطوات بسيطة. اوبا، ده جاي عليا، الحقيني. لما نمشي احنا بقى، باي باي. اه يا بياعين، انا هوريكو. مراد كان بيقرب من شيماء. ايه اللي انتي لابساه ده؟ ملكش فيه، انا حرة. مسكها مراد من ايدها. دلوقتي هيبقى ليا فيه. خدها وخرج برا القصر. نسيت اعرفكم، مراد يبقى حبيبها القديم، ودلوقتي مش عشان يخطفها خالص، هو جاي عشان قرر يتجوزها. مليكة كانت قاعدة بعيد، قاعدة لوحدها، بتبص لسما بحقد. جات لها سيرين وقعدت جنبها. هتاخد مني كل حاجة سما دي لو ما تصرفتيش. ما تستعجليش كده يا سيرين، كل حاجة في أوانها. بصت لها سيرين بغضب، وبعدها مشيت بعيد عنها. وفي المطبخ بتاع القصر الخدم كان بيعملوا المشروبات بتاعت أسد وسما. سيرين دخلت وقالت: ممكن أساعدك؟ لا يا هانم تسلمي، أنا هحضر كل حاجة. طيب أنا وقعت مني كوباية واتكسرت، ممكن تروحي تلمي الإزاز لو ينفع يعني؟ بس أنا قلت كلمة، اتفضلي. وفعلا مشيت علشان تنظف مكان ما قالت سيرين. سيرين خرجت بمخدر من شنطتها. صدقيني، صدقيني مش هتتهني بيه يا سما، قالتها سيرين بحقد أعمى. وبعدها خرجت من المطبخ علشان محدش يشك فيها. آسر مسك ايد سيرين وهي خارجة من باب الفيلا. كنتي بتعملي ايه جوه؟ كنتي بتعملي ايه؟ وانت مالك؟ وبعدين اصلا انا كنت في الحمام. وهو الحمام في المطبخ؟ اوعى ايدي يا آسر، اوعى احسن لك. وبعدين ايه الحنية اللي نزلت عليك مرة واحدة دي؟ اموت واعرف. انت عارفة لو هتخربي حاجة في الفرح ده هعمل فيكي ايه يا سيرين؟ يلا امشي. مشيت من قدامه بسرعة. دخل آسر المطبخ، بص للمشروبات بتاعت سما وأسد، قرب من الكاس، شم ريحته، لقى حاجة مش طبيعية. يا بنتل. غير الكاس وخرج بسرعة. وبعد شوية خرجت المشروبات لأسد وسما. جاسر، يلا نشرب مع بعض، يلا يا عرسان. شوف حالك يا جاسر وابعد بعيد عني. سيرين كانت واقفة بعيد، كانت مراقبة كل حاجة علشان حد يشرب فيهم الكاس ويخرب كل حاجة. بس للأسف فشل مخططها. خلص الفرح بطريقة تقليدية طبيعية، ما حصلش أي تطورات. راح أسد وسما لأوضتهم، وجوه الأوضة شال أسد مخدة وراح علشان ينام على الكنبة. سما بصت له بتعجب، وبعدها ما ادتلهوش أي اهتمام. دخل أسد الحمام، غير هدومه، لبس ترنج وخرج. أما سما فخدت هدوم ودخلت للحمام. وبعد شوية خرجت سما وهي لابسة بيجامة حلوة جدا. بصلها أسد بصدمة، هو أول مرة يشوفها حلوة قوي كده. وفي اللحظة دي حس بنعمة الحجاب اللي كان مداري كل الحلاوة دي كلها علشان جوزها وبس هو اللي يشوفها. حس بشعور غريب جدا، ازاي دي تكون مراته وفي أوضة واحدة؟ راحت سما لسريرها وراحت في نوم عميق. وفي أوضة فريدة آسر ومليكة وفريدة كانوا قاعدين مع بعض. فريدة بخبز. أخيرا أسد اتجوز من سما، وبكده ضمننا إن الأملاك ترجع لينا تاني. بس دي هترجع ازاي يا ماما يعني؟ ما هي سما برضه مش هتروح تشتغل وهي متجوزة، وكمان هتكتب كل الأملاك باسم أسد لأنه جوزها، بس لازم تحبه الأول. فهمت. بس سما هتحب أسد ازاي دلوقتي؟ سيبوا الطلعة دي عليا أنا، وأنا هتصرف. كان واقف قدام الأوضة جاسر، كان بيسمعهم وهو مصدوم جدا. معقولة كل التخطيط ده يطلع من مامته وأخته؟ كل التخطيط ده للمسكين اللي اسمها سما؟ هي فعلا غلبانة. راح جاسر بسرعة لأوضته قبل ما حد ياخد باله، وبعدها مسك الموبايل واتصل بحد. منى ردت وقالت: ألو، مين؟ اسمعيني واوعي تقفلي، فاهمة؟ منى عرفت مين هو. في حاجة حصلت يا جاسر؟ هو ليه تكلمني في وقت زي ده؟ سما كويسة؟ جاسر حكى لها كل حاجة. منى كانت مصدومة جدا. أنا عاوزك تساعديني بأي طريقة.
هو مش لازم أي جنيه يروح لمكان، لأن لو الأملاك بقت باسم أسد ماما مش هتخلي سما في البيت، وكمان في احتمال إنها تطلعها من البيت، والمسكينة دي هتروح فين؟ طب والحل؟ هنعمل إيه؟ أنا مش عارف أعمل حاجة، مش عارف أعمل حاجة لوحدي، وعاوز مساعدتك، وأنا معاك في كل خطوة، وكله في سبيل إنقاذ البشرية. ماشي يا قلبي، يلا سلام. سلام يا جاسر. وتاني يوم الصبح فريدة كانت قاعدة على السفرة وجنبها مليكة. قومي اطلعي يا مليكة، وصحي سما، وصحي أسد كمان، احنا بقينا الظهر اهو. يوه، أنا مش طالعة، اطلعي انتي. أنا جيت، ومش محتاجة حد يجي يصحيني. ازيك يا سما، عاملة ايه؟ وليه صحيتي بدري كده؟ لا ولا حاجة يا ماما، عادي، بس كنت رايحة الشركة. فريدة ومليكة بصدمة. إيه الشركة؟ أسد من وراها. شركة ايه يا سما؟ شركتي. شركتي يا أسد، ايه في حاجة؟ فريدة وهي بتبص لمليكة بصدمة. اللي بيحصل ده بجد ولا ايه؟ أنا ما بقتش فاهمة حاجة. الحق يا ماما، تقصدي ايه؟ أسد اتكلم وقال مفيش طلوع من البيت يا هانم إلا بإذن جوزك. ولا انت ما تعرفيش الكلام ده كمان؟ ولا ايه؟ أنا مش فاهم حاجة. أنا طالعة يا أسد، يعني طالعة، وهروح الشركة وهمسكها، واللي هقوله هو اللي يتنفذ، انت فاهم؟ سما، انت ازاي تتكلمي معايا كده؟ ها؟ أظن إن هي دي شركتي، وأعمل اللي أنا عاوزاه. ولا انت ليك رأي تاني يا زوجي المصون؟ أسد وهو واقف قدامها. اطلعي كده من الباب وشوفي هعمل ايه. اتدخلت فريدة بسرعة. اهدى كده يا أسد. وانت يا سما، ده النهاردة صباحيتك حتى يا حبيبتي، ما ينفعش تطلعي أول يوم جواز، ما ينفعش. أيوة فعلا يا ماما ما ينفعش. وبعدها طلعت لفوق وسابتهم في دوامة الغرابة. أسد ما كانش مصدق، هتجنن منها وربنا. ده ايه اللي بيحصل ده يا أسد؟ في ايه؟ معرفش يا ماما. هي مين اللي فوق دي؟ معرفش يا بنتي، أنا مش مصدقاها بجد. سما كانت بتبص لهم من فوق، هي وجاسر كانوا واقفين. هتجننيهم يا بنتي. صبرك بس صبرك، وشوف هعمل فيهم ايه. بجد أنا مش عارفة أقولك ايه يا جاسر، لولا إنك قلتلي ما كنتش عارفة أنا ممكن هعمل ايه، ولا ايه اللي ممكن يحصل. خلينا نرجع فلاش باك ونعرف قالها ازاي. جاسر خرج الموبايل بتاعه بعد ما سمع الكل هما بيتكلموا، سجل لهم كل حاجة. آسف يا ماما، بس إنك تدمري حياة بنت مسكينة شيء مستحيل أقبله. أنا آسف. وبعدها بعت التسجيل لسما. جاسر هيكون بعت إيه ده يا ترى؟ مشيت بعيد شوية عن أسد اللي كان نايم في سابع نومة، وسمعت التسجيل. كانت مصدومة جدا، دموعها نزلت منها، ما بقتش عارفة تعمل إيه. بعتت رسالة لجاسر وبتقوله مش عارفة أقول إيه والله يا جاسر، ولا لاقية كلام يوصف حالي دلوقتي، وإن كل الحب ده كان مزيف من الأول. أنا مش هستسلم، ومش هسمح إنهم ياخدوا حاجة مني بالعافية. تعرف لو هما كانوا طلبوها مني أنا كنت هديها ليهم، بس بجد زعلت جدا من الطريقة. مفيش حد هياخد حتى جنيه، جنيه مني غصب عني، وأشوف هعمل فيهم إيه. قفلت التليفون وبعدها نامت من كتر التفكير. خلينا نرجع تاني. مفيش بينا أي شكر يا سما، انتي أختي بجد. ايه اللي ورا الكلام ده؟ ها؟ قولي. نفسي أتجوزها بجد. اتجوزها؟ أيوة كده، اتجوزتها صح. شكرا على ذلك التغيير الكبير. يا بنتي، يا بنتي، هو أنا لو أعرف طريقة توافق فيها كنت قلتلك. ليه كنت أقولك؟ بالراحة يا عم شوية، في ايه؟ بص، انت قول لها انا محتاجك جنبي عشان ننقذ سما، واعمل شوية حوارات، وعندي خطة ليك، تعال اقولك عليها. يلا. وابتدت تقوله الخطة، شرحت له كل حاجة. يا بنت الايه، ده انتي طلعتي مش سهلة يا سما. تعليم الاخت شيماء. اسد من وراهم. واقفين كده بتضحكوا ليه بالطريقة دي؟ اظن براحتي. هو الضحك عيب؟ لا لا استنى، اعيط، اضحك، اعيط، ادبدب في الارض براحتي. سما، طريقتك معايا تبقى احسن من كده، انت فاهمه؟ سما قربت منه وبعدين قالت بتمثيل، ايه يا بيبي، بهزر معاك، بلاش اهزر. اسد كان واقف مش مصدق الطريقه. ايه؟ انت بتقولي ايه؟ جاسر كان بيضحك على سما. انا ماشي انا بقى، سلام.
قولي كده اللي قلتيه تاني. انا ما قلتش حاجة. ايه يا ابني، اسند نفسك كده، في ايه؟ ما انت اسد، يلا في ايه؟ ها؟ ماشي، انا ماشي، يلا سلام. هو مشي بسرعة بره القصر كله، خد عربيته ومشي. اما جاسر فرجع مرة تانية. عملتي كده ليه؟ لازم اخلي اسد في ايدي ويثق فيا. ما كملتش كلمتها، قال لها ويحبك صح. مشيت بسرعة من قدامه. ضحك جاسر عليها وقال بصوت عالي: طيب يا سما، حاولي تقربي منه بجد، مش تمثيل، ها؟ عارفة عارفة، يلا سلام. مشيت من قدامه بسرعة، دخلت أوضتها وقعدت على السرير. كانت ماسكة قلبها. ايه يا سما، مالك؟ اجمدي كده، في ايه؟ هو أصلا ما بيحبكيش، ها؟ وطمعان فيكي، فاهدي كده وخليكي سترونج، ها؟ خليكي سترونج. اوفي سيرين. سيرين كانت قاعدة على السرير عمالة بتعيط. مش قادرة، مش قادرة يا ماما، مش قادرة. حبيبتي، مالك، في ايه؟ مش قادرة أعيش من غيره يا ماما، أنا مش قادرة. انسيه يا سيرين، أسد اتجوز خلاص. سيرين وهي بتعيط: مش أسد يا ماما، مش أسد، أنا أقصد سليم، عاوزة أشوفه. مش قادرة يا ماما أبعد أكتر من كده، أنا ماشية. خدت الموبايل بتاعها وشنطتها ومشيت. مامتها كانت ماشية وراها: يا بنتي، يا بنتي هتروحي فين وانت كده؟ يا سيرين يا بنتي، ليه تعملي كده في نفسك ليه؟ راحت سيرين لمكان اللي شغال فيه سليم. نزلت من عربيتها بسرعة، راحت لمكتبه. السكرتيرة: ما ينفعش كده يا هانم، استني. بس دخلت سيرين لمكتب سليم. سليم وهو واقف من على مكتبه بصدمة. سيرين بصيت له بحزن واشتياق وألم. سليم، أنا مش قادرة أعيش من غيرك. سليم اتحرك ووقف قدامها، بصلها وقال لها: ليه عملتي في نفسك كده يا سيرين؟ وانتي كنتي كل عمري. غصب عني، غصب عني والله، الانتقام عماني يا سليم. انتي كنتي أنقى بنت شفتها في حياتي، رغم انك انتي ما كنتيش بتحبيني، بس أنا فضلت وراكي. ما تسيبنيش يا سليم، أنا محتاجة لك قوي. تتجوزيني؟ موافقة، موافقة يا سليم، موافقة. وفي مكان تاني، أو بالتحديد على شاطئ البحر، كان قاعد أسد تايه سرحان. هل فعلا هو بيحب سما ولا لأ؟ وإيه الحاجة الغريبة اللي بيحصل كل ما سما بتقرب منه؟ يا رب، أنا مش عاوز أحبها، مش عاوز. وبعدها اتبعتت له رسالة على الموبايل بتاعه: مليكة متجوزة من آسر، أنا فاعل خير، ولو مش عاوز تصدقني انت حر. أسد مسك الموبايل بتاعه وبعت رسالة للرقم ده: انت مين؟ بس ما لقاش أي رد. أسد بصدمة: مستحيل، أكيد ده مش صح. بس يا ترى مين اللي بعت الرسالة؟ أنا واثق إن مليكة مستحيل تعمل كده. صح، أكيد آسر اللي بعت الرسالة دي. هتندم يا آسر، هتندم. وبعدها خد العربية بتاعته، راح ناحية القصر بغضب أعمى. وصل القصر. مليكة، مليكة. خرج الكل على صوت أسد العالي. إيه يا أسد، صوتك عالي كده ليه، في إيه؟ مليكة فين يا سما؟ معرفش، وأكيد مش في جيبي يعني. مش وقت استظراف خالص دلوقتي. وفي اللحظة دي ولسوء الحظ دخلت مليكة من القصر. أهلا أهلا بالهانم. أوه، قصدي بالمدام. إيه يا أسد، مالك، في حاجة؟ وليه بتقول كده؟ إيه اللي بيحصل هنا؟ ممكن أفهم؟ الهانم متجوزة يا ماما. إيه؟ أنت اتجننت؟ أنت إزاي تقول كده؟ إزاي تقول كده عن أختك؟ أنت عارف إن مليكة عمرها ما تعمل حاجة زي دي. لا يا أسد، مليكة مستحيل تعمل كده، مستحيل. مليكة كانت بتمثل العياط. لا يا أسد، صدقني ما حصلش، أكيد حد بيحاول يوقع بينا. راحت مليكة لسما: هتعملي إيه يا مليكة؟ كله منك انت يا سما، انت اللي بتخلي أخويا يشك فيا ويشك في شرفي. انت ليه كده؟ عملتلك ايه؟ حرام عليكي، حرام عليكي. انت شكلك اتجننتي يا مليكة بجد. ما كنتش أعرف إنك حقيرة كده يا سما، وممكن تعملي حاجة زي دي. وأنا كنت. وبعدها سكت. سما اتكلمت وقالت: والله أنا ما قلت حاجة، صدقني يا أسد، والله ما قلت حاجة، ولا قلت حاجة لحد، ولا أعرف أي حاجة. أنتوا بتقولوا كده ليه؟ فريدة بتمثل العياط: اخصى عليكي يا سما، ليه تعملي كده في مليكة؟ ليه؟
أنا مش واحدة ممكن تهين حد أو تفضحه بالطريقة الحقيرة دي. انت رايحة فين يا هانم؟ طلع اوضتي يا أستاذ أسد، ولا ممنوع؟ أسد خد أخته في حضنه اللي كانت بتعيط بتمثيل. آسف يا ليكا، أنا كنت اللحظة أشك فيكي. بس مليكة فضلت تعيط أكتر وأكتر بتمثيل طبعا. أما فريدة فبابتسامة خبيثة. أخيرا اللي عملته ده خلى أسد يحب مليكة ويثق فيها أكتر من الأول. ودلوقتي لازم أشوف طريقة أخلي أسد يخلي سما تحبه. أنا لازم أخد الأملاك دي كلها لنفسي، كل حاجة هتكون ليا. راحت فريدة الأسد ومليكة، حطت إيدها على كتفه وقالت بتمثيل: اطلع يا أسد لمراتك. أكيد هي كانت لحظة غضب أو حاجة. سما طيبة يا ابني. فعلا، بس برضه أموت وأعرف سما ليه تعمل كده في مليكة. أنا طالعة فوق، مش قادرة، عاوزة أرتاح. تمام، اطلعي انت استريحي شوية يا حبيبتي. طلعت مليكة لفوق، وبعدها دخلت لأوضة سما. لقيتها قاعدة وكأنها كانت مستنياها. سما بضحك: انت مفكرة ان المسلسل اللي عملتيه تحت ده هيدخل دماغي يا مليكة؟ وبعدين انا لو عاوزة اقول لأسد كنت قلت من زمان، صح ولا ايه؟ انا عارفة يا سما ان انت اللي قلتي وقلتي الأسد، وصدقيني هتندمي ما قلت مش أنا. ويلا بقى لو سمحتي هوينا اخرجي من هنا. خرجت مليكة من الأوضة. أيوة يا جاسر. ايه يا سما، في حاجة حصلت ولا ايه؟ انت فين دلوقتي؟ انت عارفة يا سما اني في الشركة، لأن أسد واخد أجازة وكل حاجة بقت فوق دماغي لوحدي. آه، ربنا يعينك. المهم، في حاجة كده حصلت. وابتدت تحكي له كل اللي حصل. انت بتقولي ايه؟ مليكة اتجوزت بجد؟ أيوة، وأنا كنت عارفة من فترة بس كنت مخبية على الكل. عشان كده آسر كان مع مليكة وماما في نفس الأوضة وكانوا بيتكلموا مع بعض. يبقى كده اللي عارفين بموضوع الجوازة دي ماما ومليكة وآسر وانتي بس. وبرضه ممكن يكون آسر قال لسيرين لأنها أخته، وأكيد قال. أيوة، أكيد هي سيرين اللي قالت. بس أنا مش قادرة أستوعب ليه مليكة تتجوز آسر، وليه آسر بالذات. أنا حسيت إنه آسر ومليكة فعلا بيحبوا بعض، وأكيد كانوا خايفين إن أسد وعمي يرفضوا الجوازة دي، عشان كده اتجوزوا في السر. أيوة فعلا ممكن. بصي يا سما، أنا هقفل دلوقتي لأني مشغول جدا، وهفكر في إن هنعمله. تمام؟ وفي أوضة مليكة كانت بتتكلم مع آسر في الموبايل. هنعمل إيه يا آسر؟ أسد أكيد شك فيا وكله من سما. أيوة فعلا، أسد مستحيل يصدق أي حاجة بسهولة، ولازم يكتشف هو كل حاجة بنفسه، لأن أسد بيصدق نفسه وإحساسه وبس. أنا قلقانة جدا ومش عارفة أعمل إيه. أنا قلت ليه إني هطلع أستريح شوية، بس أنا خايفة قوي. تمام يا مليكة، استريحي انت شوية خالص، ما تقلقيش. صدقيني أنا مستحيل أسيبك أو أتخلى عنك. أنا ما صدقت إنك بقيتي ملكي خلاص. وفي أوضة سما دخل أسد الأوضة. كان غضبان جدا من سما كانت ماشية وراه في كل الأوضة علشان يسمعها لتبريرها. فأكتر حاجة بتكرهه هو الظلم، وهو ظلمها جدا. والله يا أسد صدقني أنا ما قلتش حاجة ولا قلت لحد حاجة ولا حتى طلعت. يعني أنا عمري ما أطلع على مليكة الكلام ده. وبعدين أنا لو عاوزة أقول كنت قلت من لما عرفت، لأني كنت حطت إيدها بسرعة على بقها بمعنى تسكت. أسد، ده معناه إن الموضوع بجد بقى؟ يعني فعلا مليكة متجوزة آسر؟ أنا والله ما عارفة أقول إيه، بس بما إن الحقيقة بانت فخلاص بقى. أيوة يا أسد، مليكة فعلا متجوزاه، وأنا أعرف من زمان. أسد قعد على السرير بصدمة وهو مش مصدق. يعني أختي تتجوز من ورايا، وكمان تتجوز أكتر حد بكرهه؟ إما وريتك يا ملكة الكلب. سما قعدت جنبه بتواسيه. معلش يا أسد، كلنا بنغلط. أكيد هما الاتنين بيحبوا بعض وعارفين كويس إنك مش هتوافق. أسد انتفض من مكانه لأنها قعدت جنبه فجأة وهو ما يعرفش إيه سبب الانتفاضة دي. مالك يا أسد، في حاجة؟ مالك قمت كده ليه؟ ها؟ لا، أنا ماشي وهشوف الموضوع ده، هشوف موضوع مليكة ده بجد ولا لأ. هتروح فين؟ هروح لآسر. طيب أنا جاية معاك.
مستحيل طبعا، ما ينفعش، ما ينفعش تيجي معايا. هروح يعني هروح يا أسد. استسلم أسد لرغبتها وراحوا مع بعض. قعدت سما جنب أسد في العربية، كانت سرحانة في الطريق. أسد كل شوية بيبص عليها وبيبص على الطريق. وصلوا للبيت عند آسر. نزل أسد من العربية وهو بيبص للبيت بغضب. طلع لفوق، كان بيخبط على الباب بمنتهى العصبية. نسيت أقول لكم إن مليكة نزلت لما كان أسد وسما قاعدين مع بعض في الأوضة. نزلت وراحت لآسر. مليكة وهي جوه، يا ترى مين اللي بيخبط ده يا آسر؟ ما تقلقيش، تلاقيه بتاع الدليفري. فتح آسر الباب، اتصدم من إنه اتضرب ضربة جامدة جدا. أسد مسكها من شعرها. بقى أنا اللي كنت بقول إن أختي عمرها ما تعمل كده، بس الظاهر إني كنت غلطان. وقف آسر مسك أسد من ظهره وبعده بعيد عن مليكة. إياك تلمسها يا أسد، هي دلوقتي مراتي وملكي أنا وبس، فاهم؟ وملكش حق إنك تلمسها. سما كانت بتبص الموقف اللي بيحصل ده بصدمة، هي ما تعرفش إيه اللي ممكن يحصل بعد كده. أسد مسك آسر جامد، بقى بيضربه بقوة لحد ما نزف. ملكة كانت بتعيط، أرجوك أرجوك سيبه يا أسد، سيبه. سما كانت بتحاول تبعد أسد عن آسر. خلاص يا أسد، اوعى كده اوعى. وفعلا أسد سابه وراح علشان ياخد مليكة، بس أثناء ما هو خارج: أرجوك يا أسد سيب مليكة، أنا عاوزها أرجوك. وقف أسد فجأة، بصله بغضب. بتحبها يا آسر؟ هو مستعد أعمل أي حاجة علشانها. آسر. وفعلا ساب مليكة، جريت على آسر اللي كان واقع على الأرض. هتبقى كويس يا حبيبي، صدقني صدقني، اهدى اهدى. سما كانت قاعدة جنب مليكة. صدقيني هيبقى كويس. أسد شال آسر، خده ووداه للعربية علشان يروحوا على أقرب مستشفى. دخل آسر أوضة العمليات لحالات الإصابة السطحية. قعدت مليكة برا مستنياه وهي عمالة بتعيط. كنت هقولك يا أسد، بس أنا كنت خايفة من رد فعلك، وآسر كان خايف إنك ترفضه على أساس إني كده مش هتضايق يا مليكة. خلاص خلاص يا أسد، أهم حاجة دلوقتي إن الموضوع يخلص على خير وآسر يبقى كويس، ونبقى نتكلم بعدين في الموضوع ده. مليكة بصت لسما باستفهام، فهي ما تعرفش هي سما دلوقتي بتدافع عنها ولا هي اللي قالت فعلا لأسد بكل حاجة. هو في حاجة غلط في الموضوع، هي لازم تعرفها. هو في لغز، بس مين اللي هيحل اللغز ده؟ سما راحت قعدت جنب مليكة، خدتها في حضنها. صدقيني يا مليكة، أنا عمري ما أقدر أذيكي مهما كانت النتائج، لأنك أختي اللي ما جابتهاش أمي يا مليكة. سامحيني يا سما، الحقد والكره عموني، ما قدرتش أشوف الصح من الغلط. أنا اتخدعت في كل حاجة، كله بسبب ماما. أسد بصلها باستفهام، وإيه دخل ماما في الموضوع؟ أنا كنت بتخدع بكل كلمة تقولها ليا. ماما في الظاهر، بس الظاهر إن الفلوس عمتها، وبقينا بنحقد على نفسنا في كل حاجة. وأنا عارفة كل حاجة يا مليكة، ولو كان ليا سبب إني أذيكم كنت كشفتكم من لما عرفت كل حاجة. يعني انتي كنتي عارفة إن ماما هي السبب في كل حاجة كانت بتحصل لك؟ أسد ما كانش فاهم أي حاجة. انتوا قصدكم إيه؟ فهموني. مليكة ابتدت تحكي له كل حاجة، وكل حاجة مامتها عملتها، وبعدها كملت بشك أكبر: وكمان أنا دلوقتي اتأكدت إن ماما هي اللي قالت ليك يا أسد، قالت عن جوازي من آسر. أنا مش عارفة ليه ممكن أم تعمل كده ببنتها، ليه؟ قطعهم خروج آسر من الأوضة. مليكة جريت عليه: أعمل إيه دلوقتي يا حبيبي؟ بخير طول ما أنت بخير. شكرا يا أسد، شكرا إنك ما حرمتنيش من مليكة. أنا آسف ليك يا صاحبي. هو لا يهمك يا أبو الصحاب، كله يهون. ضحك الكل. بص أسد لسما اللي كانت ابتسامتها بالنسبة ليه كالشمس، فكان نور الشمس كله وقع عليها وبس. كانت هي الوحيدة اللي بتضيء الأوضة كلها. قاطع سرحان ومليكة: رحت فين يا عمنا؟ ها؟ لا ده انت مش معانا خالص، هكون مع مين غيرك انت يا سما؟ بصيت له بالكسوف، فهي مش مصدقة ان أسد اللي بيقول كده.
وربنا حرام عليكي أسد اللي بتعمله في البت ده. بصلهم أسد بعد ما أدرك اللي هو قاله، اتكسف وخرج من الأوضة بسرعة. ده أكيد بيحبك يا سما. سما قلبها دق بسرعة بعد ما سمعت كلام آسر، وقفت من مكانها وخرجت هي التانية من كسوفها. أسد كان واقف في الممر. راحت له سما: سيبهم هنا النهاردة ويلا بينا إحنا. يلا بينا. وفي العربية: وانتي عرفتي الحاجات دي كلها منين؟ جاسر قال لي كل حاجة، بس حقيقة جواز مليكة أنا اللي اكتشفته لوحدي. جاسر؟ وهو جاسر هيعرف ازاي بالموضوع ده؟ لا، ده موضوع كبير. حكيت له سما كل حاجة بالتفصيل في العربية، وكمان بيحب بنوتة قمر كده. وإيه رأيك نروح نشوفها ونخطبها ليه؟ مش لما أعرف هي مين الأول؟ أنت تعرفها يا ابني. عارف البت منى صاحبتي؟ يا ابني، وبت؟ عارف منى. مالها؟ ثانية كده، اوعي تقول إنها اللي كان جاسر بيحبها. أيوة. إيه رأيك فيها؟ بس بلاش في شكلها، أنا قصدي إيه رأيك في أخلاقها؟ يا دي جامدة جمدان. والله منى دي. وقف العربية أسد. في إيه يا بنتي؟ إيه شغل العيال ده؟ أنت بتوصف بنت قدامي يا أسد؟ وهو أنا قلت إيه يا بنتي؟ اهدي كده اهدي. سكتت سما. ضحك أسد عليها على الجانب الطفولي اللي ظهر منها. وصلوا للبيت. دخل أسد وسما للبيت. فريدة بصت لهم باستغراب. مالك يا أسد؟ وإيه اللي في وشك ده؟ إيه اللي حصل لك؟ لا مفيش يا ماما، ما حصلش حاجة، ما تخافيش. كنتوا فين كده؟ في شركتي، كنت بشوف إيه أخبارها وأخبار فلوسي يا حماتي. فريدة بغضب حاولت تكتمه، بس كان واضح قدام أسد وسما. ماشي، بس ليه يعني تروحي الشركة يعني؟ ما أنا مش فاهم. ما أنا كنت معاها يا ماما. هو ليه تروح سما الشركة من الأساس؟ ممكن كمان شوية تطلعنا من القصر كمان. أطلعك؟ تصدقي والله فكرة. أسد بصلها بصدمة وقال لها: سما، في حاجة؟ قلت حاجة غلط أنا؟ فريدة وهي بتغير الموضوع: ما خلاص بقى يا ولاد، اطلعوا استريحوا شوية. صحيح، ما تعرفش مليكة فين يا أسد؟ أبدا، اكتشفت إنها متجوزة فعلا يا ماما. أنت بتقول إيه يا أسد؟ مليكة عمرها ما تعمل كده. معلش معلش يا طنط. طيب وهي فين دلوقتي؟ عند اللي أحسن مني ومنك. قتلتها يا ماما. بتقول إيه يا أسد؟ إزاي تعمل كده في أختك؟ إزاي؟ بصت سما الأسد بصدمة. إزاي يقول كده؟ فريدة وهي بتعيط: سامحيني يا بنتي، أنا السبب. يا قلبي. قصدك إيه يا ماما؟ وخلاص مليكة في مكان أحسن. فريدة كانت بتعيط: لا يا أسد، أنا اللي عملت كده فيها، وأنا اللي سمحت لها إنها تتجوز آسر، وكمان أنا اللي قلت ليك. يا مليكة، يعني أنتي السبب يا ماما؟ ما اتكلمتش فريدة، كانت بتعيط وبس. سما بحزن مسكت ايد اسد وقالت بصوت مش مسموع: كفاية كده. وليه بتقول كده ليه؟ دي الطريقة الوحيدة اللي هتعترف بيها وتعرف غلطها، وانها كان ممكن تأذي فعلا بنتها. طيب وهتسيبها كده كتير؟ اسد بص لمامته: انا عارف كل حاجة يا ماما. قصدك ايه يا اسد؟ عارف ان مليكة متجوزة، وعارف ان انتي اللي بعتي الرسالة. عارف كل حاجة. يعني مليكة عايشة يا أسد؟ أيوة يا ماما. أمال قلت ليه إنك موتها؟ ليه يا أسد؟ سما اتكلمت بهدوء وقالت: والله وربنا اللي يعلم قد إيه أنا عملتك إنك أمي. حسيت معاكي بالإحساس اللي اتحرمت منه من زمان. كنت كل حاجة بالنسبة ليا بعد وفاة عمي، وقلت إن انت اللي هتسنديني، بس ظني خاب يا مرات عمي. أنا آسفة يا سما، والله يا بنتي أنا آسفة. أنا أنا ماليش مكان في القصر ده يا سما. مسكت سما ايدها وقالت لها: القصر والفلوس والشركات والمصانع وسما ليك يا ام سما. انت بتقولي ايه؟ ازاي تقدري تسامحيني بعد كل اللي عملته فيكي؟ ازاي؟ لانك امي اللي حبيتها. مش كده ولا ايه يا ماما؟ انا مش قادره اتكلم، مش قادره ولا اقول اي حاجه. انا ازاي وصلت لكده؟ وازاي الفلوس عمتني للدرجه دي؟ انا كنت هقسى على ملاك زيك يا سما. وهو انا ماليش بقى نصيب من الحب ده ولا ايه؟ ده انت الحب كله. ايه؟ انت بتقولي ايه؟ مش بعيد كلامي مرتين، ها؟ واثناء الكلام دخل جاسر. اهو العبيط جه.
أنا مش عبيط يا أسد، احترم نفسك. عبيط وهبل كمان، عشان لما تحب بنت وأنا أكون آخر من يعلم تبقى عبيط. جاسر بص لسما بتوعد. خافت سما بس ضحكت على أسد. ملكش دعوة بسما يا جاسر، وكلامك معايا أنا. جاسر بص لمامته اللي كانت ماسكة إيد سما وكأنها كانت بتدور عليها من زمان. هو إيه اللي بيحصل هنا؟ أنا مش فاهم حاجة ولا حاجة، بس ماما حياتي كانت بتقولي كلمة سر كده. إيه السرعة دي؟ ده أنا يا دوب جيت من الشركة. انتوا بتضحكوا عليا صح؟ وبعدين يا أسد هتفضل ماسكني من راسي كده؟ ابعد كده يا عم عني. لا، كل حاجة اتحلت خلاص إلا أنا، صح؟ أسد طيب يلا اطلع جهز نفسك عشان هنروح نتقدم لمنى. يلا، عشان أنا مرجعش في كلامي. انت بتتكلم بجد؟ بجد يا أسد؟ بجد يا سما؟ هتجوز منى؟ بتتكلموا بجد؟ بصيت له فريدة. أخيرا هشوفك عريس قد الدنيا دي كلها يا جاسر. جاسر طلع جري لأوضته علشان يجهز نفسه، فبعد شوية هيروحوا لبيت حبيبته. الكل طلع يجهز علشان خاطر يروحوا لمنى عشان يخطبوها لجاسر. وفي الأوضة فوق عند سما وأسد، وبعد ما لبست فستان هادي جدا، بصلها أسد. ثواني بس، هو انتي هتنزلي كده؟ أيوة. هو في حاجة ولا ايه؟ انتي عارفة لولا ان احنا ممكن نتأخر كان هيبقى في حساب تاني بينا يا سما. ايه؟ بتغير؟ لا طبعا، هغير ليه يعني؟ نزل جاسر وفريدة، خرجوا من القصر، خدوا كل واحد فيهم عربية. جاسر وفريدة في عربية، وسما وأسد في عربية تانية. أما بالنسبة لسيرين وسليم فهم دلوقتي اتجوزوا وسافروا يقضوا شهر العسل برا مصر. ووصلوا البيت منا. كان البيت بسيط وهادي مميز، وقف الكل قدام البيت. كانت منا قاعدة في أوضتها. خالتها: شوفي مين يا منا على الباب. يعني انتي برا وعاوزاني أطلع من الأوضة؟ أوف بقى، أنا زهقت. وفعلا راحت وفتحت الباب. جاسر؟ وهو ده الوحيد اللي أخدت بالك منه يعني ولا إيه؟ سما؟ إيه ده، في إيه؟ انتوا جايين ليه؟ مش ندخل الأول ولا هنفضل كده كتير؟ خالتها من ورا: مين يا منة؟ مين اللي على الباب؟ لقيت سما ومعاها ناس تانيين. أهلا أهلا، اتفضلوا اتفضلوا. يتفضلوا فين؟ ابعدي كده ابعدي. اتفضلوا. دخلت سما لأوضة منة. انتوا ايه اللي جابكم؟ ها قولي، ايه اللي جابكم هنا؟ جايين نطلب ايدك لجاسر. في ايه بالبساطة دي او من غير ما اعرف؟ ما انا لو كنت قلتلك كنتي هتخلعي ومش هتقابلينا، عشان كده جينا مفاجأة. يعني انا كده هوافق يعني؟ انت عارفة قد ايه جاسر بيحبك، وانا متأكدة انك بتحبيه. ليه بقى عايزة ترفضيه ليه؟ والله لو كنت اعرف السبب كنت اقنعت نفسي بيه. خلاص، انا هسيبها على ربنا. يلا بينا، انا هخرج لجاسر. وابتدت تغير هدومها. لبست فستان شيك جدا. اول ما غيرت: الله ما شاء الله، انتي جميلة قوي يا منة. انتي اجمل يا قلبي. دخلت خالت منة: يلا يا منة بقى، الناس بره. حست منة انها متوترة جدا، هي مش عارفة السبب، بس سما طمنتها. خرجوا الاتنين. جاسر بص لمنة بهيام ونظرات طويلة. في الوقت ده منة كانت مكسوفة جدا. قعدت سما جنب أسد. يلا بينا نسيب العرسان شوية مع بعض. وبعدها مشوا بعيد. كان سما وأسد قاعدين على السفرة القريبة منهم. جاسر كان بيبص لمنة اللي كانت قاعدة متوترة جدا. مالك انتي مالك متوترة كده ليه؟ لا عادي. صدقيني مش هتلاقي حد يحبك قد يا منة ولا بعدي. وانتي ليا انا وبس. واظن اني وفيت بوعدي لما قلت ليكي قبل كده انك ليا. بس بس ليه انا يا جاسر؟ لانك ملك الجاسر وبس. ابتسمت منة ابتسامة رقيقة. أسد وقف وقال: ها، هنقرا الفاتحة بقى؟ وفعلا قروا كلهم الفاتحة. وبعد ما قروا الفاتحة خالتها اتكلمت وقالت: أنا بلغت مامتها وباباها لأنهم بعيد شوية عن هنا. هما موافقين طبعا، بس إن شاء الله هيجوا بكرة. أسد قال: تمام، يلا بينا احنا بقى، وهنبقى نيجي يوم الأربعاء إن شاء الله عشان نتفق على ميعاد الفرح. مشي كلهم. منة دخلت لأوضتها، كانت فرحانة جدا. وفي قصر أسد
أخيرا منا هتكون ليا يا سما، أخيرا. أنا مش مصدق، أكيد أنا بحلم. لا مش بتحلم، ويلا بقى شوف نفسك، وهتبقى عريس قريب جدا يا أبو الصحاب. أسد وسما طلعوا لأوضتهم، وفي الأوضة بصلها أسد وقال لها: مراتي أطيب إنسانة في الدنيا دي كلها، ربنا يخليكي ليا يا سما، ويخليك ليا يا أسد يا رب. نسيبهم لوحدهم شوية، ويعدي يوم ورا يوم، وتمت إجراءات الجواز. والنهاردة هو فرح جاسر ومنة. لبست أحلى فستان، وأثناء الفرح كان أسد وسما واقفين جنب بعض. بقولك إيه، أنا بس هروح أبص على حد هنا في ثانية وجاي، خلي الموبايل بتاعي معاكي. ماشي أوكي. وفي اللحظة دي جات رسالة لأسد: وحشتني قوي يا قلبي، أنا جيت مصر، هنتقابل إمتى زي ما قلتلي؟ سما بصت بصدمة للموبايل، كانت دموعها نازلة منها، بس مسحتها بسرعة علشان محدش يشك فيها. جه أسد وقال لها: في حاجة يا سما؟ مفيش. فريدة جت جنبها وقالت لها: حصل حاجة يا سما؟ مالك؟ أسد بيخوني يا ماما. إيه؟ إزاي يا بنتي؟ خلص الفرح، جاسر ومنة راحوا لبيتهم اللي اشتراه لهم أسد هدية جوازهم. أما أسد وسما طلعوا لأوضتهم. مالك يا سما؟ طلقني يا أسد. أطلقك؟ انتي اتجننتي؟ ازاي تقولي كده؟ وايه اللي حصل؟ هو أي حد قالك حاجة؟ في ايه؟ ريحيني يا سما. افتح الموبايل كده. مسك أسد الموبايل بتاعه، فتحه وهو مش فاهم أي حاجة. فتحت سما الرسالة. ايه ده؟ ده دليل الخيانة يا أسد. واتفضل بقى، خد هدومك واطلع من قصري ومن حياتي كلها، اتفضل. والله أنا معرف مين دي، ولا أعرف أي حاجة. ولو على القصر اللي كل شوية تهدديني بيه وتهدديني بفلوسك دي، فأنا سايبها وماشي خالص. اشبعي بيهم يا سما، اشبعي. خرج أسد من الأوضة، لأ ده من القصر كله. أما سما قعدت على الأرض وهي عمالة بتعيط بحرقة. عدى شهرين وسما ما تعرفش أي حاجة عن أسد. اكتشفت سما إنها حامل، فرحت جدا، بس فرحتها مش هتدوم طويلا لأنه هيكون من غير أب. سما نزلت الشركة بتاعتها. كان أسد وحشها جدا في كل لحظة، كانت بتفكر فيه وبتفكر هو فين وبيعمل ايه، حاله عامل ازاي. وفي يوم كانت قاعدة على مكتبها، كانت تعبانة جدا. فتح باب مكتبها. أظن إنه بقالنا كتير كده، ولا إيه رأيك؟ بصيت له سما. أسد، وحشتيني أوي يا سما، وحشتيني. ليه تعمل فيا كده؟ ليه؟ غصب عني، غصب عني والله. أنا حامل. بتتكلمي بجد؟ أنت حامل فعلا؟ أنا آسف، آسف يا حبيبتي، آسف. ولا يهمك. ورجعت سما الأسد واكتشفت إنها حامل في توأم، بس للأسف مات واحد فيهم بسبب سوء تغذية سما، وجابت بنت وسمتها ملاك. ولحد هنا انتهت قصتنا. أتمنى القصة تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك على الفيديو والاشتراك في القناة. ياريت تتأكدوا انكم فعلين الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار أول ما ننزل الجديد. واستنونا في قصة جديدة إن شاء الله.